مساء الخير، حياكم الله في بودكاست مع مسفر. اليوم ضيفنا هو لاعب دولي عراقي سابق، كان له تجارب في الدوري السعودي والدوريات الخليجية وكذلك الأوروبية. الحديث هنا عن الكابتن نشأة أكرم أبو شمم، اللي ذكر أنه النصر كان بوابته الحقيقية لكرة القدم، وذكر أنه جدد عقده يوم من الأيام في الدوري السعودي بسبب كلمة من الأمير خالد بن سلطان. أيضا ذكر أنه نظام المربع الذهبي من أكبر النعم على الدوري إلغاء هذا النظام اللي وصفه بنظام الظالم. تحدث عن الشخصيات الرياضية، خالد بن سلطان، عبد الرحمن بن سعود، تكلم عن الأمير خالد بن سعد، عن الأستاذ خالد البلطان، عن طلال آل الشيخ. تكلم عن علاقته باللاعبين السعوديين اللي لعب معهم في هذا الوقت، اللي كان محترف في النصر أو في الشباب أو حتى كانوا ضده. أيضا ذكر من هو أفضل لاعب عربي بالنسبة للكابتن نشأة أكرم. تحدث عن يونس محمود وعن التصريحات والجدلية اللي صارت بين الإعلام السعودي والعراقي بسبب مثل هذه التصريحات، وأكد أنه يونس هو شخص يمثل نفسه لا يمثل العراقيين. أعتقد أنه هذه الحلقة من بودكاست مع مسفر تحديدا مع الضيف نشأة أكرم تستحق المشاهدة. الكابتن واللاعب الدولي العراقي السابق، واللي سبق له ولعب في النصر وفي الشباب وفي هولندا وفي قطر، ما شاء الله تبارك الله مسيرة كبيرة. كابتن نشأة أكرم أبو شمم، أول شيء سعيدين جدا جدا في بودكاست مع مسفر أنه أنت ضيفنا اليوم. شكرا لك على قبول الدعوة. حبيبي مسفر، تحياتي لك وللأخوان اللي موجودين في الكادر، وأكيد سعيد جدا أنه أكون موجود وياكم، وإن شاء الله تكون الكل يستمتع بها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. كابتن، خليني أحكي معك من البداية. أنت ولدت في بابل؟ لا، أجل وين ولدت؟ في بغداد. في بغداد. بس الويكيبيديا قايله انه انا يعني لا، احنا في ربط الويكيبيديا معك. لا، ولادة بغداد ونشأت بغداد، وبعدها انه يعني منها لعالم احتراف. من وين جت فكرة الكرة، يعني انك تكون لاعب كرة قدم في ظل يعني الاوضاع الصعبة في العراق وقتها؟ إيه طبعا هي صحيح اوضاع صعبة، لانه انا ولدت بالحرب وعشت يعني اغلب عمري بالحرب، يعني من الثمانينات حرب، التسعينات غزو للكويت، و2003 الاحتلال اللي صار. فتقدر تقول يعني رجل محارب. يعني اكيد مو انا اللي كنت احارب، يعني كان في ناس مساكين يعني محارب فقدوا عشت في هذا بس لكن الظروف يعني اكيد كانت حروب كثيره يعني. بس من وين جت فكره انك تكون لاعب؟ بالمناسبه انا ما عندي اي احد بالعائله، يعني اذا كان اقارب مثلا عمام او خوال انه يمارس كره القدم، ماكو ولا واحد. اخوي الكبير وكان هاوي، يعني مو لاعب محترف، مجرد هاوي، وهذه لكنه الموهبة سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني زرع الموهبة، ومنها يعني بالشارع احنا دائما نلعب بالشارع، يعني خصوصا احنا جيلنا، واعتقد حتى الجيل اللي نفسي بالسعودية كلهم كانوا يلعبون بالشوارع، تسموها بالحواري، فرق الشعبية احنا نسميها. منها انطلقت، بس يعني من أنا وصغير كنت مميز، يعني من ناحية التكنيك والمهارة والكنترول والهذه، كنت مختلف عن كل اللي حولك، عن كل الأطفال. فدائما أنا كنت العزيز، يعني الأطفال اللي بعمري، فالعزيز إنه دائما أروح مع الفريق صاحب أبو الطوبة اللي عنده كرة أنا دائما ألعب معه. جميل. طيب أنت أوكي أفضل من اللي حولك وكذا، من العين اللي شافتك قالت لا هذا لاعب كرة قدم، هذا ما يلعب حواري، تعال نبيك معانا؟ لا، هو أول شيء احنا في وقتنا ما كان اكو شيء اسمه كشافين وما كشافين، وانه يروحون يفترون بالفرق الشعبيه وبالمناطق الشعبيه وبالهذه. انت لازم تسعى. فاحنا كنا نتجمع اولاد المنطقه، وماكو نادي قريب علينا، يعني لازم تروح له، يعني خلينا نقول 20 كيلومتر او 25 كيلومتر وان تنتقل من منطقتك الى المنطقه الاخرى. كنا نتجمع مثلا اطفال يعني بسن خلينا نقول سن 10 11 12، كلنا نتجمع ونروح جروب واحد نصعد بالباصات، يعني ننتقل من منطقه الى منطقه، وبعدين نصل النادي. اي نادي؟ نادي القوه الجويه.
ونادي صدق القوش. كابتن كنت تبيع الخبز عشان توفر قيمة الباص؟ ايه جايك عليها سجك عليها. كنا نتجمع تقريبا نروح تقريبا 6-7 من أولاد المنطقة، نفس الفريق اللي احنا نلعب به. طبعا كان اللي بي زين واللي بي مو زين، واللي كان عاشق لكرة القدم لكن هو ما كان عنده الموهبة. فكنا نروح ولليوم أتذكر كان التمرين يوم الأحد والأربعاء فقط. وهذه تجي تلقى فد يعني فد 150 طفل 100 طفل، اختبارات، ملعب ترابي، نادي لكنه ملعب ترابي. وما في هذه تسموها شباحات، احنا نسميه اليلك، الشباحات اللي تلبسها فوق اللون الكلر يعني احنا نسميه اليلك. ما كان اكو هذه، فكان اللي يميز انه انزع التيشيرت، يعني فريق ينزع التيشيرت وفريق يلبس التيشيرت واختبار وبدون تيشيرت يلعب بدون تيشيرت. يمكن 3 مرات رحت وما اختبروني لانه كان العدد جدا كبير وما اختبروني، ما يلحقون لانه عدد جدا كبير وما لحقوا. وما يعني ما استسلمت، يعني قلت لا لازم نروح. طبعا هم جزء من عنده اصدقائي ولد المنطقه كليتنا، يمكن 1-2 اختبروهم ما رادوهم. والمره الاخيره قلت اذا يعني شاءت الاقدار وصرت يعني اختبروني، وعد ما انطي الطوبه، بعد ما انطي الكره، خلاص اظل استخدم مهارتي، اظل اسحب، اظل اراوغ، شريد اسوي خلي اسوي، بس في سبيل انه يعني الفت الانظار. طبعا بفطريه يعني مش بخبث يعني مثل يعني بس احنا النضج مثل ممكن انه هذا، لكنه بفطريه بفطره يعني فطره طفل عمره 10-11 سنه. وسبحان الله مسكت الكره وظليت اراوغ ربعي والفريق المنافس. وشافني المدرب المرحوم اسمه عباس صغير الله يرحمه، الله يرحمه، وقال لي تعال شنو اسمك؟ قلت له اسمي عبو. قال لي شنو عبو؟ اسمك عبو؟ قلت له ها لا اسمي نشأت. بس اسمنا. قال لي ها اوكي كم عمرك؟ قلت له كذا. قال لي خلاص روح هناك. فانا كنت خايف يعني، كنت توقعت انه يعني ما رادني. بعدين جمعنا تقريبا فد 40-45 لاعب وحدد موعد، قال انتم هذا الاسبوع لا تجون، الاسبوع اللي بعده خلاص كل احد واربعاء الساعه الفلانيه تتمرنون. فهنا عرفت نفسي انه انا يعني من ضمن المجموعه. وبعدين بدت من عندها اللي هي اشبال القوه الجويه، وبعدين براعم، كنا براعم هذا اعتقد براعم كانت، وبعدين منها اشبال، لانه اشبال صارت بطوله دوري. فلعبنا بطولة دوري أشبال ناشئين شباب. أنا يعني تدرجت يعني من الفئات السنية من البراعم للفريق الأول. فكنت أحس بنفسي أنه أنا مختلف يعني من ناحية المهارة، من ناحية التكنيك، من ناحية أكو موهبة عندي يعني، مش مو لاعب يعني عادي. أحس الكل يسوي أشياء عادية، أنا لا أسوي شيء مختلف يعني. مثلا طريقة لعب الكرة، الباص، المهارة. وبعدين هي يعني منها صاحب الفضل الكبير اللي هو عمو بابا، اللي هو يعني اكتشفني في منتخب ناشئين ومنها صارت الانطلاقة الكبيرة. وانت تحكي ما قلت انه ترى قصة حكاية الخبز اللي تبيعه تعرف تسمعون اكيد كنتوا العراق كان عليه حصار اقتصادي صحيح في التسعينات بعد الغزو للكويت، فصار انفرض حصار اقتصادي على البلد. فالظروف المعيشية كانت جدا صعبة وسيئة، والصعب انه الفرد انه يجيب القوت اليومي للبيت، او حتى يعني ارباب العوائل كانوا الوضع سيء جدا. ف كان الخبز اليابس ينباع للرعيان، راعي الغنم، راعي هذه، يجي يلف بالمنطقة ويشتري مثلا طحين، خبز مثلا يابس، او احنا نسميها النخالة، لأنه الطحين كان مو كله يعني مناسب للأكل. صحيح. فكان ينخل ففي أكون نخالة والخبز والهذه، فأنا كنت أبيعها للراعي. تجمعها يعني من البيت؟ أجمعها من البيت يعني، احنا نجمعها مثلا لمدة أسبوع 10 أيام، تجمع الخبز، فيجي هو يشوفه يقول لك مثلا
ب50 دينار مثلا، ب70 دينار، وتجي انت تقعد تبيع لي اياها وتبقى انت عشان توفر قيمه المواصلات. في برضو حاجه ثانيه كذا لفتت انتباهي. قلت لي المدرب قال لك شو اسمه، قلت عبو. ونشأت ليش عبو؟ لا هي قبلها انت تحت الهواء احنا قلنا على الاسامي، جبنا طاري الاسامي انا بالبيت يعني عندنا بالبيت احنا 4 أولاد و2 بنات، وعندي 2 أولاد متوفين أصغار يعني. فالأسامي كانت محمد وعلي، هذول متوفين الله يرحمهم. وعندي حيدر وحسن وحسين، وأنا المفروض كنت أكون اسمي عباس. فأنا الوحيد اللي صار اسمي مختلف، اسمي نشأت، ووالدي هو اللي سماني، والدتي ما كانت قابلة. فإلى اليوم أمي ما تصيح لي باسم نشأت لليوم. يعني حتى زوجتي مثلا مرات من تصيح نشأت، فأمي تقولها لا مو عبو اللي هو مختصر عباس. اي مصر الوالد. انا هسه الشارع العراقي والجمهور العراقي والرياضيين العراقيين كلهم يعرفون عبو، ما يعرفون يعني يعرفون نشأت، بس كلها تصيح لك عبو يعني. فأنا حتى من مثلا أمشي بالشارع واحد صح عبو فأنا ألتفت، لأنه أحس هذا يعني قريب عليه. إيه من يقول لي مثلا، من يقول لي نشأت يعني عادي يعني طبيعي، بس من يقول لي عبو لا يعني رأسا ألتفت عليه ويعني يجذب انتباهي. بس اللي بالخليج فأكيد لا أنه نشأت بحكم أنه أنا لعبت كلاعب محترف وصنعت اسم. كيف وصلت الفريق الأول؟ خلاص أصبحت لاعب أساسي في القوة الجوية. لا شوف، أنا هم في أشياء هي لازم واحد يعني مثلا هي مثل الدروس وعبر، وأنك أنت تنقلها لأجيال حتى الناس تستفاد من عندها صراحة. أنا بالإعداد إحنا خلف الكواليس، طبعا أنت جيت متأخر خلحت عليك فأنا قاعد أنا والإعداد الإخوان اللي بالإعداد، فأقول لهم أنا طول عمري أحسب نفسي مختلف يعني كلاعب كرة قدم، ودائما من عمري 14 سنة 15 سنة كنت أوقف يعني خلف السيم اللي هو الحائط بين الفريق الأول والفريق الشباب والفئات السنية، وكنت أقول إنه أنا راح أكون موجود هنا وما راح أكون رقم عادي يعني. طبعا مش بهذا الطريقة بهذا التعبير وبهذا لا، بس إحساس يعني إحساس إنه أنا لا راح أكون هنا وراح أكون يعني رقم صعب، مو لاعب عادي. من أنا وصغير كانت عندي أحلام، وعمري ما قلت مثلا إنه أنا يعني ما عندي موهبة، ولا قلت مثلا أنا مو خوش لاعب، لا دائما أقول أنا خوش لاعب. طيب في قصة كابتن يعني أنا ما ودي نسحب في موضوع البدايات، أبغى أخذ قصص كذا مقتطفات من حياتك. في قصة أنا ما أعرف تفاصيلها ودي تحكيها لنا. انخطف واحد من أخوانك من عصابة وطلبوا مبلغ فدية، إيش الحكاية هذه وأنت لاعب؟ إيه هذه أنا هذه بعد كأس آسيا 2007. أيوة إيه 2008 كنت لاعب في الغرافة، انتقلت من الدوري السعودي رحت على الدوري القطري، رحت للإمارات بعدين مانشستر سيتي بعدين رجعت لي للغرافة. كان وضع البلد جدا سيء بعد 2004، كان في حرب طائفية وحرب أهلية واقتتال داخل يعني المناطق العراقية، ولله الحمد في 2007 انطفأت، توحد كل الشعب بعد الفوز في كأس آسيا، ومشت صارت الأمور بدأت تتحسن يوم عن يوم أحسن. لكنه بال2008 أخوي الأصغر واحد اللي هو اسمه حسن هو اللي خطفوه. بالمناسبة أنا ما عندي أي ميدالية. كيف ما عندك ميدالية؟ أي ميدالية أنا أخذتها يعني أنا عندي هواي بطولات كثير، عندي بطولات، عندي قلة بسيطة عندي محتفظ بالميداليات، كلهن أخذوهن سرقوهن أوه. أنا تعرضت يعني بيتنا تعرض مرتين للنهب دخلوا علينا وأخذوا الذهب اللي موجود بالبيت مثلا مال والدتي ومال زوجة أخويا، وأخذوا كل الميداليات والكؤوس اللي كانت موجودة في البيت. ومرة اختطف أخويا الصغير ومنها هي هذه، فما عندي أي ميدالية يعني هسه أغلبهن ما موجودات عندي، ما أعرف وين. أنت كنت مخليها بالعراق؟
اكيد بيتي ويعني حياتي كلها بالعراق انا، فاكيد يعني انه كنت كل مثلا كأس آسيا للشباب، كأس غرب آسيا 2001 احنا بطل غرب آسيا، بطولة الصداقة اللي أخذت بها جائزة أفضل لاعب وأخذنا البطولة، ألعاب غرب آسيا 2005 والميدالية مالتها همية كذلك، وكأس آسيا 2007 نفس الشيء، كلها راحت هي طبعا هي للأسف يعني ما أعرف وين راحت. وطيب كأس آسيا 2007 برضو راح ميداليته؟ إيه هو كأس صغير مو ميدالية، كأس صغيرة إيه. راحت لأنه في عصابة دخلت للبيت وصارت هذا، وأخويا انخطف وطلبوا عليه فدية. كم طلبوا؟ طلبوا 300,000 300,000 دولار. أوف. اي قلت له والله انت ما شاء الله يعني غالي ها؟ ايش سعرك 300؟ انا اول عقد طلعتها ب 80,000. قلت له ما شاء الله انت معلين السوق يعني سعرك عالي. بس الحمد لله يعني ما دفعنا فلوس، بطريقه او باخرى عرفنا هو وين، وسبحان الله يعني دعاء الوالده ودعاء الناس الطيبه اللي يعني تعاطفت ويانا عرفنا هو وين، وكان موقف مشرف من يعني أبطال الداخلية والقوات الأمنية قدروا يحرروه، وكان متضرر المسكين بشكل كبير يعني كان يعني أشبه للقتل يعني كان ممكن يقتلوه لأنه كان شايفهم ويعرفهم للخاطفين. بس لله الحمد هم إلى الآن بالسجن موجودين يعني الحمد لله سلامتك. أبروح لي زوجتك حوراء. انت عندي معلومه تقول انه حوراء كانت حاطتك ظهر في البروفايل او صوره عندها وهي ما تعرف اصلا مين هذا. ايش الحكايه؟ هاي واحده من اجمل الصور اللي يعني في تاريخي الكروي، اللي هي بعد مباراه العراق وكوريا الجنوبيه في كاس اسيا. بعد الفوز بضربات الجزاء اللي هي انا يعني انهزمت ما ضربت ضربه جزاء. فالكل ركض واحتفل، أنا الوحيد اللي قعدت بمكاني. انهرت يعني؟ إيه انهرت، فقمت أبكي يعني بكيت. فيونس هو ودا يركض شايل العلم شافني أنا ويعني قاعد ودا أبكي، فإجا تلحفنا اثنيناتنا بالعلم. ممكن أنطيكم إياها هاي الصورة. فتلحفنا اثنيناتنا بالعلم وقعدنا أنا ويونس واحد يعني هو يقول لي خلاص صعدنا للنهاية صعدنا للنهاية. فهاي الصورة زوجتي حطتها بروفايل بيكتشر بالفيسبوك. فدارت الدنيا والتقيت بها في 2013 وقاعدين نسولف يعني ومجرد سوالف هيك شيء. فقلت لها قالت لي فايدة تسألني شنو الأحداث وهيك يعني شنو أجمل شيء أسوأ شيء كذا كذا كذا. فأنا قلت لها وأنا عندي صورة واحدة من أجمل الصور اللي يعني وأني دايخ هذا المصور هو عراقي وإحنا فزنا بالمباراة وصعدنا للنهائي، هذا شلون ما قام احتفل ويانا؟ شلون بقى يصور؟ فأني يعني أنا دا أقولها أني دا أفكر أقول هذا المصور شلون بقى يصور ما قام احتفل؟ لأنه يعني شعور لا إرادي لابد أن هذا بلدك وأنك أنت تكون أكو ردة فعل. فقالت لي أي صورة؟ قلت لها شلون تقول لي هذا أنت؟ قلت لها إيه. قالت لي مستحيل. قلت لها لا والله أني هذا رقم 5. قلت لي بس أنا ما منتبه على التيشيرت إنه. قالت لي تدري أنا هاي حاطة الصورة يمكن في تقريبا 2-3 سنين أنا بروفايل بيكتشر حاطتها مال اللي بعد كأس آسيا والنشوة الفوز والكذا والأحداث ولا. قالت أنا حاطتها هاي الصورة بروفايل بيكتشر مدة يمكن 2-3 سنين وهذه سبحان الله. فشاءت الأقدار بعدين سبحان قسمه والنصيب. أنت كذبت قلت لك تحب الكتب وتحب المتاحف عشان توصل إلى قلب حوراء صحيح؟ شو تريدني شو تريدني أقولها يعني أنا ما أحب الكتب أكيد لازم أشذب. إيه لا اليوم ما شاء الله عندكم شمم أنا عندي شمم ودنا. عندنا شمم ودنا ما شاء الله 11 سنة شمم ودنا 4 إلى 5 سنين إن شاء الله. عقبال إن شاء الله تشوفهم كبار وبارين بك وبأمهم إن شاء الله. إحنا سألنا الجمهور ما أدري أقول لك عبو ولا أقول لك نشأت لا عادي براحتك. وقلنا لهم يعني كذا سؤال عنك. تفضل هذا الأيباد شغل المقطع واسمع إيش قال الجمهور لك.
لاعب المنتخب العراقي، نشأت أكرم، مثل نادي النصر وكان إضافة في الدوري السعودي. معروف نشأته أعتقد طول في الشباب، لعب يمكن أكثر من 3 سنوات 4 سنوات أعتقد، ولعب في النصر فترة. معروف لاعب وسط وخطير كان صراحة، صاحب اللمسة الأنيقة، لاعب أنيق في الملعب وخارج الملعب بعد. يعني يمكن أنا كنت صغير وقت ما كان يلعب في الشباب وما لحقت عليه فترة النصر، يعني كنت أصغر من كذا، لكن لاعب يعني يضيف لمسة في الملعب. اللي أذكره أنا حضرت اعتزال ماجد عبد الله وكان مشارك، واعتقد انه سجل بعد. نجم طبعا اكيد. احنا ما نبالغ بصراحه، خلينا نقول ما بين 5 إلى 8 مليون يورو. والله ماني متخصص في الامور، بس بيصير براسه براس اللعيبه الكبار، الفئه A B+. ما اعرف انا بالارقام، بس يمكن اقارنه، يعني ممكن بيصير زي جواو فيليكس يعني في النصر تقريبا. بالنسبه للوضع الحالي نشأة أكرم حيكون واصل خليني اقول لك ما هو A، لكن الB+ من المرحله هذه بالنسبه للاعبين كذا. يعني نشأة أكرم لاعب كبير جدا، اعطيه فوق 30 مليون يورو. هل تتوقع حيدر عبد الكريم اللاعب النصراوي بيكون نشأة أكرم آخر في الدوري السعودي؟ قد لا يكون نشأة أكرم، لكن قد يكون أنه أفضل من نشأة أكرم. متفائل جدا في اللاعب حيدر، وإن شاء الله يعني إذا مشى بخطوات نشأة أكرم ومشى بنهجه، إن شاء الله بإذن الله نشوف لاعب عراقي ثاني بكفاءة نشأة أكرم، وإن شاء الله أفضل بعد. إذا حيدر عبد الكريم مشي بنهج نشأة أكرم وأخلاقه وأداء، أنا أتوقع أنه حيكون نشأة أكرم ثاني إن شاء الله. شايف كيف الناس إلى الحين ما شاء الله الحمد تحكي لله عنك، الحمد لله، عن أدائك وعن الخلق الرفيع ما شاء الله كابتن. أنت فعلا مثال يحتذى في الأدب والخلق، والله العظيم. هو هذا رصيد، يعني هو هذا رصيدك. أنا أقولها، أنا دائما أقول إنه في مكتسبات كثيرة من كرة القدم. خلي المادة، أكيد الكل يعني ما حد ما يبالغ طبعا ويكون مثالي لدرجة كبيرة، إنه لكنه العلاقات الطيبة والذكر الطيب. وسمعت كلامهم عن حيدر، يعني كانوا يقولون إنه حيدر إذا عنده، أنت تشعر إنه حيدر عنده خلينا نقول إيش يسمونها، لبنات ولا الموهبة ولا العناصر؟ حيدر موهوب ممكن يصير نشأة أكرم آخر. إن شاء الله يكون أحسن من نشأة، يعني إن شاء الله يكون أحسن من نشأة. وضربة معلم، أنا بوجهة نظري ضربة معلم، يعني إنه النصر إنه النصر أخذوا حيدر، إنه العين اللي شافته واللي قالت إنه هذا. وأنا سعيد جدا لأنه حيدر ما احترق. في بعض الأندية تجيب لاعب على طول يلعب وعلى طول يلعب ويمكن يلعب مباراتين زين بس بعدين يحترق. بس إنه حيدر إجا وشاف من اللي موجود وياه بالملعب وقيمة اللاعبين اللي موجودين بالملعب، فهذا أفضل شيء عمله نادي النصر، إنه قاعد يجهز بحيدر للمستقبل. وحيدر عنده إمكانيات جدا جدا رائعة، وهو صاحب خلق جدا رفيع وهادئ. أنا ما تربطني علاقة بيه، شفته مرة التقيت بيه وترك انطباع جدا جميل، انه هو هادئ وجدا لطيف ومحترم ويعرف قيمة نفسه. طيب خليني احكي معك عنك انت تحديدا عن البدايات. بطولة الصداقة الدولية هي اللي يعني لا لازم تسوي اطالات وراها. يعني معلش المايك. بطولة الصداقة الدولية هي اول يعني خلينا نقول بزوغ لنجم عراقي قادم صغير بالسن، لفت كل الأنظار. شافها يمكن الأمير عبد الرحمن بن سعود، فرح معلوم، فالله يغفر له ويرحمه، وأصبح وحقق اللقب كذلك. وبعدها جيت للنصر. أبغى تحكي لي قصة البطولة هذه. أول شيء هو إحنا يعني مشاركتنا بهاي البطولة كانت يعني ما أعرف بالصدفة أو كان شوية جانب الاتحاد أو حتى الجانب السعودي حرص أنه العراق يكون موجود. صار الاحتلال بشهر 4 2003 وما كان أكو تدريب. إحنا كنا نتدرب للتصفيات أولمبيات أثينا 2004. وأثناء الحرب إحنا كنا مجبرين، كانوا يجبرونا أنه نجي أثناء الحرب، أيام الحرب، أنه لازم تجون تتمرنون. وكانت جدا جدا خطرة، يعني بحيث أتذكر يوم من الأيام جونا للبيت أجبرونا أنه نروح للتمرين. وحتى أتذكر الكابتن عدنان حمد كان نزح من بغداد، راح لسامراء تقريبا 1.5 ساعة بمزرعة في سامراء، لأنه كان قصف جدا كبير قوي. وقوي يعني كانت
الأحياء السكنية تنضرب، تعرف البلد كان مليان ثكنات عسكرية، حتى بين الأحياء السكنية كانت كلها ثكنات عسكرية، فكان أي ضربة لثكنة عسكرية كانت تأثر بشكل كبير على الناس. فجبرنا أنه جانا واحد بالليل قال باكر لازم تكونوا موجودين بالتمرين. قلنا له حرب. قال لا، أمر من فوق أنه لازم تكونوا موجودين بالتمرين. يابا وين أكو، وين الحرب، يا كرة قدم يا طوبة، خلي واحد يسلم على روحه يسلم. قالوا ماكو. بعدين صار الاحتلال، وبعدين صار تجمع، رجعنا تجمعنا. بعدين صار من عندها قالوا أكو مشاركة في بطولة أبها، بطولة الصداقة والسلام. إيه في أبها، في أبها بطولة الصداقة. ورحنا من عندها، انتقلنا بباص من بغداد إلى سوريا تقريبا 14-16 ساعة. يا الله. وبعدين من سوريا انتقلنا إلى أعتقد جدة أبها. وأتذكر رحنا بتيشيرت واحد. أوف. وما كانت، لأن ما كانت أكو ملابس، ما عندنا ملابس يعني، فرحنا بتيشيرت واحد ورحنا بأشياء التدريب القديمة مالتنا اللي كنا نتدرب بيها، لبسناها. وأتذكر اشترينا تيشيرت من أسواق بأبها. يعني مو تيشيرت الرسمي للفريق، لا، دريس مال لعب عندنا واحد هو جايبيه ويانا، بس تيشيرت مال مطعم ومال انه بالمطعم وتنزل وانتقال وهذه ما كان عندنا. رحنا اشترينا واحد من قصدك ملابس سعد لا ما عندنا اي تجهيز، ولا شيء، ولا شنطة سفر ولا حاجة، ولا شنطة سفر ولا هذه. كل واحد يجيب جنطته شنو بيها، عنده ملابس، وهذه ملابس التدريب اللي عندنا هي نفسها. جيبوا ملابس التدريب نفسها مالتكم. هذا تيشيرت اللعب عندنا. رحنا بتيشيرت واحد، لبسونا تيشيرت واحد، خلينا عليه علم العراق، ورحنا ووصلنا لأبها. وأتذكر هي منها الكابتن عدنان حمد دز المسؤول عن الملابس، قال له روح جيب لهم تيشيرتات. فراح للسوق وجاب تيشيرت. أتذكر لحد هسه تيشيرت رصاصي بهيك يعني كلر ياقة، احنا نسميها الياقة، وخلى عليها العلم العراق. وبدينا صار عندنا تيشيرتين، واحد مال يعني اثنين مال مطعم. فيوم ننزل بهذا اللون ويوم ننزل بهذا اللون، ولعبنا البطولة. وأتذكر بها هي كانت مكافأة البطولة المركز الأول $70,000 للفريق الأول. فرئيس الوفد قال إذا أخذت البطولة وعد أوزع الفلوس كلها عليكم. فالكل فرح، مبلغ طيب. وأخذنا البطولة وما وزع الفلوس. أفا. ولا ريال أو خلينا نقول ولا دولار. لا يا رجل. اي والله. وين راحت؟ بيها ما تعرف. دخلنا للبطولة وأنا كنت كابتن المنتخب الأولمبي، بس هم نفس الجيل يعني اللي أخذ كأس آسيا، هو نفس الجيل هذا اللي أخذ كأس آسيا للشباب سنة 2000 ولعبنا كأس عالم. فالأسامي كلهم يعني مميزين، يعني نور صبري، باسم عباس، حيدر عبد الأمير اللي شاركوا بالبطولة هذه، مهدي كريم، قصي منير، يونس محمود، وآني وصالح سدير وأحمد مناجد نفسهم هاي الأسامي. ودخلنا البطولة وكان بمجموعتنا نادي النصر. ونادي النصر كان يسوي إعداد للدوري، صح. وإحنا كنا نسوي إعداد للتصفيات. فستة تقول شنو بطولة وبيها منتخب أولمبي؟ كنا إحنا منتخبات الأولمبية إحنا، وأعتقد المنتخب الأولمبي السعودي هم كان مشارك، والمنتخب الأولمبي المغربي، والمنتخب الأولمبي السنغالي. فهي بيها إحنا لعبنا ويا النصر غلبناهم 5، وأعتقد يونس سجل 3 وأنا أخذت يمكن يونس سجل 2 أو هيك شيء. أنا أخذت أفضل لاعب بالمباراة، وبعدين بالاستمرارية أخذت أفضل لاعب بالبطولة. ومنها الأمير عبد الرحمن الله يرحمه هو اللي شافني. طبعا قاعد وياي قبل لا أرجع للعراق. حلو. وقبل لا نلعب النهائي وقاعد وياي، سلم عليه، شلونك، أخبارك. طبعا أنا ما كانت عندي خلفية إنه
يعني منو الامير عبد الرحمن بن سعود وشنو يعني مكانته بالمجتمع السعودي او حتى في للنصر. كنت تعرف انه امير وبس؟ اعرف بس امير ايه وعبد الرحمن بن سعود، لكنه اي خلفيه يعني انه انه شنو مكانته بالمجتمع السعودي وشنو قيمته للنصراويه ما كنت اعرف. طيب لان احنا كان مجتمعنا مغلق يعني في العراق، احنا ما عندنا، كانت قناتين تابعه للدوله يعني، فحتى الاشياء اللي ما كانوا يعرضون اي شيء يخص الخليج او يخص هاي، لانه كان في يعني كان في خلافات وتوجه انه ما تشوف اي شيء يخص الخليج ولكنه قعدت وياه وسولفنا وتعدك رغبه تطلع عندك؟ قلت له طبعا عندي رغبه، ورحت ما بس مجرد كلام. وش قد عقدك؟ قلت له ما اعرف. قال لي انت عندك مدير اعمال؟ قلت له لا ما عندي مدير اعمال. قال لي منو مسؤول عنك؟ قلت له ما يعني اني احكي وياي، اذا عندك شيء احكي وياي. وهذا قال لي ها اوكي. وبعدين لعبنا البطوله لعبت النهائي قصدك؟ لعبنا النهائي، اخذنا النهائي ومنها رجعت اني للعراق. بعدين صار اتصال بينهم وبين الكابتن عدنان الحمد. حلو. فهو الكابتن عدنان الحمد سوى كل شيء بدون ما يرجع لي. ايه لانه هو مثل الاب يعني الروحي. ايه هو مثل الاب، لانه احنا وياه من احنا وصغار، منتخب شباب ومنتخب اولمبي، فهو اللي اخذ قرار وهو تفاوض على مبلغ. ممتاز. ايه وقال لي خلاص خلصت لك انا ويا، انا كنت في شمال العراق، جيت لبغداد 3 ايام وبعدين رحت لشمال العراق. لعبنا كان نهائي، دور ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي الكأس، كأس العراق. فرحت أنا، ما كان عندي عقد ويا نادي الشرطة، ورحت مثل رد الدين لهم وجامل نادي الشرطة. رحت شاركت بالبطولة. بعدين اتصل بي الكابتن عدنان قال لي لا خلال يومين لازم تكون موجود بالأردن. قلت له ليش؟ قال لي أنا خلصت لك ويا نادي النصر بالمبلغ الفلاني لازم تكون موجود هناك. قلت له شلون واني اهلي واني مسافر صار لي مده وكذا. قال لي بابا حبيبي يا بنت شنو اهلك شنو هذه، انت هذا مستقبلك وهذا راح جاك نادي النصر، ونادي النصر مو اي نادي. وبعدين قام يحكي وياي يقول لي بابا هذا النادي بماجد عبد الله، بمحسن الجمعان، فهد الهريفي، قام يعدد لي اسماء يعني. قال لي دولي كلهم في هذا النادي، انت مو رايح النادي صغير، انت رايح نادي كبير. والشخص اللي أنا تفاهمت وياه الأمير عبد الرحمن، بدأ قاعد يشرح لي على الأمير عبد الرحمن. وبعدين أنا هم ما خالفته وبوجهي يعني. رحت من أربيل. شاورت الأهل؟ شاورت الوالد؟ أنا والدي متوفي رحمة الله يرحم والديك، بس والدتي قلت لهم أني راح أطلع يعني باكر، أني طالع للأردن. قالوا ليش؟ قلت لهم جاني عقد. طبعا الكل فرح لأنه يعني الوضع المادي راح يتحسن بشكل كبير وراح يكون نقلة للعائلة يعني. ايه للعائلة. فرأسا رحت للأردن وبقيت بالأردن يمكن 15 يوم بانتظار الفيزا، وحتى كانت إجراءات الفيزا جدا جدا صعبة. بس هو يعني بذل دور جدا جبار الأمير عبد الرحمن الله يرحمه. وأتذكر دخلت للسعودية 11/9 وانا 12/9 عيد ميلادي. ايه يعني انا بدي احكي لك البطوله تبعها كانت بالنهايه 7 بعدين 8 بعدين رحت للاردن بقيت نهايه شهر 8 وبعدين 10/9 فدخلت 11/9 اعتقد. ومنها سبحان الله يعني الحمد لله كانت بوابه. طيب جيت النصر، كيف شفت الاجواء؟ كيف شفت رضاهم، مدى رضاهم عنك؟ كيف تعامل اداره النصر معكم وقتها؟ خصوصا انت جيت النصر ترى مو فتره قويه في النصر. لا مو فتره، كانت الفتره جدا صعبه يعني للنادي ذا، كان خصوصا من جانب الماديه. انا ما دا اتكلم يعني من جانب كان جمهوره وحتى الاشياء الاداريه اللي هي موجوده، البيسك اللي موجود في النادي اللي هو الاهتمام والالتزام بالاوقات ومتى تدخل متى تخرج. وهذا كانت في حياه مختلفه، خصوصا انه انا كلاعب، انا كنت لاعب هاوي في العراق وجيت لي نادي محترف ونادي كبير، وتجي تلقى لك عادي تلقى لك 3000 حاضرين بالتمرين يعني. عرفت شلون؟ حتى هذا كان موجود عندنا بالعراق انه الجمهور يحضر بالتمرين هذه، لكنه بنادي وانك انت محترف كانت اجواء مختلفه. اكيد الاستقبال كان جدا حار والمؤتمر الصحفي كان
جدا جميل وقدموني بشكل جميل. طبعا اكيد مو نفس هسه طبعا ولا اجواء نادي النصر نفس هسه، وانا اقول لهم يعني اللاعبين محظوظين اليوم، اذا كان تنقل، اذا كان اجواء النادي، اذا كان حتى المداخيل الماديه. اليوم تتكلم عن كم جيت النصر؟ كم كان عقدي؟ إيه؟ عقدي كان $80,000. حلو. ايه وراتبي كان $4,000 بالشهر، فالتوتال اعتقد 120 او هيك شيء. ايه ومرت يعني اشهر انه ما كنت استلم راتب يعني. وين في النصر؟ ايه ما كنت استلم راتب، وهذا كان يعني قبل إيه؟ كان شيء متعارف عليه. صح، زمان كان طبيعي كان في جدا تاخير في تسليم الرواتب. كان في تاخير يعني بالرواتب. كم شهر جلست في البدايه ويا النصر؟ إيه؟ الله لا يكذبني، يمكن 5 أشهر 6 أشهر يا رجل. إيه. وجالس هنا معك ولا ريال؟ بس كنا نعيش من المكافآت. كانت بالمكافآت يعني ما يعادل راتبك، يعني راتبك $4,000 اللي هو يعادل مثلا 15,000. كنا من نفوز كان اكو على طول مكافأة. رش قوي يعني من الاعضاء الشرف، يجيك عضو شرف يقول لك 10 والثاني 10 والاخر هذه. بس كرواتب لا، كانت تتاخر، وهذا كان متعارف عليه في السعوديه صح. قبل يعني حتى في نادي الشباب نفس الكلام. بس هو الاختلاف انه انا كعربي اختلف عن الاجانب ما يتقبلون. فكانت تصير مشاكل كثيره بين اللاعبين الاجانب، يعني مو بس في النصر، في كل الانديه صح. فانا كعربي لا كنت يعني مو متقبل، بس لكنه يعني بحكم صلة القرب والأواصر الاجتماعية والهذه، فكنت ممكن إنه أمشي الأمور هذه. مع إنه قالوا إنه أنت طلعت من النصر عشان أمور مادية أصلاً. لا، بس هو يعني ظروف النادي كانت مو زينة. يعني هو كانت يعني أول شيء كانت الأجيال بدأت تتغير. يعني أنا جيت بأواخر سنة، آخر سنة اللي محسن الحارثي وصالح الداود صح. وإبراهيم ماطر وخوجلي الحارس صح. وعبد العزيز الجنوبي، هسه بدينا أذكرهم كلهم. فاخواني وزملائي اللاعبين، وطبعا محمد شريفي الحارس كذلك الى الان انا متواصل وياه، وصالح داود كلهم عندي علاقتي بهم، ومحسن الحارثي جدا علاقتي جدا الى اليوم. يا اخي معلش بما انك جبت اسم محمد، هل فعلا محمد ما يشوف؟ محمد شريفي؟ إيه؟ اكتشفناها بعدين ما ندري. شلون؟ ما اعرف، يقولون ما اعرف يعني، ما سالت هذا السؤال ابدا، بس اللي يعني بعد عنده ضعف في البصر، عنده ضعف سمعت يعني، بس ما اعرف هل هذه معلومه اكيده او لا. يعني الامانه ما سالته ابدا، بس الى الان متواصل وياه يعني. ف كانت ظروف النادي يعني صعبه، واكو تجديد باللاعبين، لاعبين شباب دا يطلعون، عبد الرحمن البيشي، سعد الحارثي، خالد سلامه، سعد زهراني، بدأوا جيل يدخل مع جيل، والظروف الماديه فتغيير كبير كان في نادي النصر، وكان ظروف. بس محطه جدا مهمه في حياتي، وهي كانت بوابه كيف تصف علاقتك بالامير عبد الرحمن السعود رحمه الله عليه معاك ومع كل اللاعبين كذا بشكل سريع؟ كلش حلوه علاقتي، كلش. شوف الامير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه ما عنده حل وسط، لو يحبك لو ما اريد اقول يكرهك. يعني ما راح تكون من ضمن المجموعه. والف رحمه على روحه، محبته بيك تنتهي مع خساره النصر. عرفت شلون؟ اي، لانه عنده النصر يعني مو خط احمر، يعني يعبر الخط الاحمر، يعني مجموعه خطوط بعد الخط الاحمر. انه النصر عنده يعني ما اريد ابالغ، يعني ممكن معزه النصر يمكن اكثر من يعني من اقرب الناس له. فهو كان يعني محب وعاشق للنصر بطريقه عجيبه غريبه. وانا بحياتي بالمناسبه، انا بحياتي يعني ما شفت واحد يحب فريق او يحب نادي بكثر عبد الرحمن بن سعود. يعني انا اشتغلت ويا الامير خالد بن سلطان، خالد بن سعد، خالد البلطان، طلال الشيخ، كذلك الانديه اللي اذا كانت في الامارات.
الشيخ هزاع، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني كذلك، الشيخ خليفة، كل يحبون النادي بس مو كثر عبد الرحمن. لا مو لا. فالأمير عبد الرحمن علاقته جدا طيبة، وترى يعني من أجمل الناس اللي تقعد وياه، صاحب نكتة وصاحب طرفة، وعنده سرعة بديهية غير طبيعية، غير طبيعية. يعني بإمكانه تخلي له فد 40-50 واحد بإمكانه يسيرهم بطريقة عجيبة غريبة، ويغير موضوع ويعطيك نكتة، يعني يدخلك أجواء ثانية. فعلاقته تنتهي بيك الطيبة والحلوة واللطيفة مع خسارة النصر. إذا خسر النصر هنا قفلت الدنيا. إيه خلاص، قد صار موقف كذا أنت علاقتك فيه واضح طيبة، بس خسر النصر صار بينك وبين شيء الكل. إيه الكل خلاص عند النصر فوق كل شيء. يعني من يخسر النصر خلاص إنه تبدي الليلة السوداء. يبدي مو الليلة السوداء بس، يبدي الرعب، أو تبدي إنه ليش الخسارة؟ ليش نخسر؟ النصر ما يخسر. هو بقناعته الله يرحمه النصر المفروض ما يخسر، والنصر دائما هو في المقدمة. وهذا ترى بالمناسبة ترى عبد الرحمن بن سعود زرع هاي المحبة لكل جماهير النصر. اليوم بطريقة أو بأخرى كل جماهير النصر تعاطفها ومحبتها للنادي جزء من الدم، مثل شون كان صحيح. يسوي ردة الفعل اللي يسويها عبد الرحمن بن سعود، الجمهور النصراوي نفس الشيء، انه محبته لانه ايقونه. صحيح. يعني اليوم تتردد مقولة مثلا النصر بمن حضر من وقت الامير عبد الرحمن بن سعود، هو من ذكرها الى اليوم جالسة تتردد. كان ملم بأدق التفاصيل، بأدق التفاصيل. يعني تيشيرت التدريب لازم يعرف هذا ليش هذا اللون بيه مو هذا اللون بيه، الشراب هذا ليش كذا مو كذا، هذا اللون الفلاني لا، هذا اللون لا، هذا كذا هذا كذا. حتى طريقة التعامل في غرفة الملابس كان عندنا سياق لازم نمشي عليه. طيب خلينا نروح للشباب. نعم. أنت جيت في الشباب وأنت ذكرت ما شاء الله الآن اسم أحد رموز نادي الشباب الأمير خالد بن سلطان، أيضا الأمير خالد بن سعد، الأستاذ خالد البلطان، وذكرت طلال للشيخ. يعني كيف كانت تجربة نادي الشباب، خصوصا أنك حقق دوري مع الشباب أنت أعتقد؟ نعم. أول شيء أنا علاقتي بطلال قبل لا أروح للشباب، أنا طلال للشيخ. طلال بحكم طلال علاقته بصالح الداود جدا قوية، فأنا كان أكثر واحد محتويني بنادي النصر صالح الداود. أبو عبد الله. مسي عليه بخير. فكان دائما هو اللي محتويني، يعني شلون أقول لك، مثل أخوه الصغير ومداري، يعني إنه هو ومحسن الحارثي دائما ذولي الاثنين معايا. فكنت ألتقي بطلال من خلال صالح. وبعدين وراها بسنة رحت لعبت بالشباب. فأنا علاقتي بطلال، وبعدين دخلت في طلال أعتقد كان المدير التنفيذي أو مدير الكرة يمكن، أو مدير الكرة بذاك الوقت، وبعدين صار رئيس النادي. السنة اللي بعدها صار رئيس النادي. فعلاقتي جدا قوية بطلال. طلال أخويا، يعني مثل أخويا، يعني لليوم أنا طلال جدا علاقتي بيه جدا قوية وكبيرة، وإحنا أكثر من إخوان يعني. وطلال ما شاء الله عقلية جدا 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 عظيمة، يعني من ناحية الفكر الإداري، وحتى من ناحية خلق الأجواء وخلق البيئة اللي إنك أنت تقدر تعيش بها وتقدر إنه. تتوقع وجوده في الشباب الحين هو اللي فرق؟ 1,000,000% بدون شك، يعني بدون شك انك انت خلاص. وثاني شيء تطلع، يعني انت مو مطلعه من نادي شباب مودي النادي ثاني، هو رجع النادي، رجع البيت والاجواء اللي موجوده في النادي. واكيد من خلف طلال كانوا يعني الامير خالد بن سعد، يعني كان شخصيه جدا راقيه، يعني حضوره، شخصيته، الكاريزما، كيف كان يتكلم، طريقه كلامه. واكيد الامير خالد بن سلطان احنا يعني ما كنا نلتقي به هوايه، بس اللقاءات القليله اللي كنا نلتقي به كان يعني يثري المكان بحضوره وبدعمه الكبير اللي كان. انت لما حققت الدوري مع الشباب صار في نقاش بينك وبين الامير خالد بن سلطان في المنصه، صح؟ انا كنت ما مجدد، كنت بعدني ما مجدد العقد، وكان اكو تفاوض من نادي خارج السعوديه، وتفاوض انه جدد لا جدد لا جدد لا. وانت كنت تبغى تجدد ولا كنت تبغى تمشي؟ لا انا يعني اني اريد اجدد، بس اكيد انه كان في عروض
وحتى على القيمه الماديه وما القيمه الماديه. فبن يوم صعدت سلمت قال لي مبروك وعاشت ايدك ما قصرت وهاي الديباجه. وبعدين قال لي جددت ولا بعدك؟ قلت له لا والله سمو الامير بعدني. قال لي جدد. قلت له تم ورحت. فبعدين من جو يحكوا وياي قلت لهم خلاص انا قلت للامير خلاص. قالوا قيمه العقد. قلت لهم خلاص انتم خلوا ما اعرف انا هاي العقود اللي جايتني وانتم شوفوا الامير شو يقول انا خلاص ما اقول. الله. وراحوا ورجعوا قالوا خلاص هاي قيمه العقد موافق انت خالد البلطان ولا ابو الوليد؟ قلت له خلاص انا موافق. وبقيت ما طلعت. فرق السعر ولا نفس السعر كان ولا لا طبعا هم اكرمني هو بالاخير هو يعني الامير خالد من قال ابقى بعد خلاص انه حتى ما تقدر تناقشه وهذه وماكو وقت للنقاش لانه بعد خلاص انه انت طلعت من الموسم راح تدخل بموسم ثاني ومعسكرات وخلاص يعني وجددت وبقيت يعني لله الحمد. وحتى السنه اللي بعدها المفروض يعني لولا شويه الظروف اللي مرت بالفريق وبالهذه بس انا حبيت انه قلت خل اخذ تجربه ثانيه وطلعت من هذا. بس حتى يعني قدوم خالد البلطان للنادي شكل تغيير كبير جدا كبير. صحيح. جدا جدا كبير. فريق من كان يعني بنسبه كبيره معتمد بنسبه كبيره على يعني انشاء لاعبين بيع لاعبين الى فريق يستقطب لاعبين يستقطب ويحقق بطولات. يستقطب ويحقق. وطريقه التعامل اختلفت بالنادي وطريقه الاجواء اللي طبعا نادي بطل نادي صاحب بطولات وصاحب انجازات وصاحب ومنتهي من عندها. لكنه طريقه التعامل كنفس انه انا اليوم ما ابيع لاعبين انا لا خلاص انا ابدي اشتري. ففي فترة نادي الشباب ما باع لاعبين قام يستقطب لاعبين ومن ضمن الأسماء اللي جابها ناصر الشمراني. صح. يعني كان تو بزوخ نجم ياسر في الوحدة رأسا استقطبه وجابه. يعني هاي فترة عبد عطيف وأحمد عطيف الوضع الطبيعي ممكن كلهم يطلعون وحسن معاذ وزيد المولد والأسامي هذه اللي موجود ناجي مجرشي وقدوين أترام. الوضع الطبيعي ممكن إنه يطلعون يعني لأن قيمتهم المادية بدأ سوقهم صح يعلى وهذه لكنه قدر يحافظ عليهم وكان مكتسبات كثيرة للنادي. لو أنت اليوم يعني اليوم حتحترف مين حتختار النصر ولا الشباب ولا نادي آخر في دوري روشن؟ لا ما أروح عن غيرهم مستحيل. ما تروح لغير النصر والشباب؟ لا ما أروح. مين تروح طيب النصر ولا الشباب؟ بعد الله أعلم. أقصد على الوضع الحالي يعني الحين لو كأجواء وكمادة لا النصر أكيد يعني كأجواء وجمهور ومقومات نجاح كثيرة. ما بالأخير أنت لاعب محترف من اللي داير مدايرك من اللي وياك من اللي دا يلعب وياك. أنت اليوم حتى كقيمة سوقية موجودة في النصر وبالشباب ماكو مقارنة يعني كم دا يصرف على الشباب وكم دا يصرف على النصر. فأكيد بدون نقاش أكيد راح تروح للنصر. طيب خليني ألعب معك لعبة. إحنا عندنا فقرة اسمها الأفضل. حنذكر لك أهم نجوم الخليج شاركوا في بطولات الخليج. توصل واحد أو توصل خلينا نقول 2 للنهائي وتختار في الأخير أفضل لاعب مر في دورات الخليج بالنسبة للكابتن نشأة أكرم. يلا. تمام توكل. أحمد راضي ولا منصور مفتاح؟ اقلب أحمد راضي من أول واحد خليه الآخر واحد. هو حيجي الدور ما عليه. خلاص خليه قبل الأخير وبعدين بأسوي سلكت على البقية. يا رجل. إيه والله. طيب جاسم يعقوب ولا علاء حبيل؟ لا جاسم يعقوب. محمد مرهون ولا بدر مطوع؟ بدر. صالح النعيمة عدنان درجال؟ راح أروح مع أكيد العاطفة أروح مع احنا نتكلم فنيا بس حتى كابتن عدنان درجال طبعا قيمة فنية جدا كبيرة ويعني كل مقومات اللاعب الجيد موجودة به الطول البنية الجسمانية المهارة الفردية التكنيك يعني هذا. فروح عدنان بس ما يمنع انه كابتن صالح اكيد طبعا اكيد اسم كبير. عدنان طلياني نشأة أكرم؟ لا الطلياني متواضع تواضعا منك. لا ارقام الطلياني احسن من عندي في كأس الخليج. طيب اسماعيل مطر سامي الجابر؟ هنا مشكلة.
لسه قدامك، هي تصفيات ترى. خلينا بس على كأس الخليج. أيه. سامي كم كأس الخليج أخذ؟ أنت تتكلم فنيا من الأفضل؟ سامي الجابر. أروح مع سامي، مو أفضل بس أروح مع سامي. طيب ماجد عبد الله، حسين سعيد. اثنينهم أحبهم، اثنينهم صعد. لازم تختار واحد، ولسه لا اثنينهم أحبهم والله، حتصفى على اثنين في الأخير والله يعني. اثنينهم أحبهم بلا تجرد يعني فنيا. لا أروح مع حسين سعيد. طيب محمد دعية، علي الحبسي. دعية. أحمد راضي، منصور مفتاح. أحمد راضي. طيب جاسم يعقوب، بدر مطوع. جاسم يعقوب. عدنان درجال، عدنان الطلياني. هي كذا مقارنة، مدافع هي مسابقة، مهاجم. هي لازم توصل اثنين، هي تصفيات. لا عدنان درجال. عدنان درجال. سامي الجابر، حسين سعيد. حسين سعيد. محمد دعية، أحمد راضي. أحمد راضي. جاسم يعقوب، عدنان درجال. لا عدنان درجال. حسين سعيد، أحمد راضي. أحمد راضي. النهائي أنت وصلت عراقيا. عدنان درجال لأنه أكو جزء من عنده عاطفة. طيب حتى أكون واضح يعني، طبعا جزء من عنده عاطفة يعني، أحمد لأنه راضي ماكو مقارنة بين مدافع ومهاجم، فأخذت العاطفة وأخذت يعني الانتماء إنه ابن بلدي وابن هذه. أحمد راضي، عدنان درجال. لا أحمد راضي بدون منازع وبدون أي. أحمد راضي أفضل لاعب في دورات الخليج بالنسبة لنا. أحمد راضي بالنسبة لي أفضل لاعب بتاريخ العراق يا رجل. أي أبدا. ليش؟ لا راح يجي ولا راح يجي مثله أبدا. أحمد راضي أبدا. تعرف أنت يعني تنولد ونشأتك تكون على نجم كبير، إذا كان خلق وأخلاق ومستوى، فصعب. شلون هسه مثلا كثير من الناس إنه واحد تربى على وجود ماجد عبد الله، صحيح، تربى على وجود مثلا سامي أو ياسر القحطاني أو سالم الدوسري بالفترة الحالية، ما خلص انه هذا في عقله الباطن انه متركلج انه فلان. فاحمد راضي يعني ايقونه، ما انا ما اشوف ولا راح يجي ولحد لا يقارن يعني. بس انا النجم حالي من حال احمد راضي الله يرحمه، وسويت انجازات اذا كانت على الصعيد الشخصي وحتى على الصعيد الجماعي، بس ما راح يجي مثل احمد راضي. انت عندي معلومه تكون انت عشت صدمه يومين، ما انت مستوعب لما توفى. الله يرحمه. الله يرحمه. ايش القصه؟ لانه انا يعني على تواصل دائما مباشر وياه، يعني انا حتى قبل لا يتوفى يمكن بالليل انا كان عندي تواصل وياه واتصال، يعني هو يعني مات بازمه كورونا. وكان يعني شلونك، خابر الصبح وخابر بالليل، شلونك اخبارك؟ لا زين الحمد لله، بديت اتحسن، بديت كذا وبديت كذا وهذه. بعدين يعني ثاني يوم صحيت انه هو توفي. الله يرحمه، الافراح مع الارواح. الله يغفر له ويرحمه. طيب خليني اروح لي تجربتك في داليان الصيني، تقدر توصفها انها فشلت؟ اي سيئه جدا. من اللي شار عليك انك تروح هناك؟ الماده. الماده جزء كبير انه انا اروح العب بالصين، وكانت واحده من أسوأ التجارب يعني. ليش؟ يعني بحكم بلد جدا كبير، وبلد يعني انت تروح من محافظه لمحافظه، من مدينه لمدينه مده 5 ساعات بالطياره. ومعسكر يومين قبل المباراه، تروح وتلعب مباراه وترجع بعدها، ما تطير بعد المباراه، تطير اليوم الثاني. فانت خلاص يعني العفو ما عندك حياه. ندمت كابتن؟ لا مو ندمت، بالعكس ماديا استفادت، بس كمستوى فني ما ضافت لي اي شيء. ايش افضل فتره لك في الاحتراف الخارجي؟ لله الحمد، يعني اغلبهن مميزات، يعني بالمجمل يعني خلينا نقول 90% كلها مميزات. يعني النصر كان بوابه، وهذه استفاد من عندها، مو فقط من الجانب المادي والجانب، لا اكو جانب معنوي، وانك تكون لك بوابه في الشباب، قمه الشباب وزهو الشباب والنخبه اللي كنت العب وياهم، الجيل اللي كنت انا شفت لقاء الزوري وكيف قال انه انا كنت احب الشباب. فانت تخيل نجم من افضل ما انجبت الكره السعوديه كان يحب نادي بسبب مجموعه لاعبين.
يعني وذكر بالاسامي عبده واحمد ونشأته. فهذا شيء جميل انك انت الناس يعني. فتجربه الشباب كانت مميزه بشكل كبير. الغرافه ولا اروع، لو تحط كفه الشباب ومع الغرافه متساويه من ناحيه الاجواء داخل الملعب، الانجازات، الظروف اللي انت تعيشها كلاعب محترف، اجواء رائعه جدا. وبالغرافه حصلت على انجازات جدا كبيره، يعني بطل دوري مرتين، بطل كاس الامير، بطل كاس ولي العهد في البطولات الاسيويه كذلك مع الشباب، وانجازات افضل محترف بالدوري السعودي، بطل دوري. النظام الغريب اللي كان موجود هنا، المربع حجي على المربع الذهبي هذا ما اعرف حجي عليه هذا المربع الذهبي، حنجي في احد المحاور. لكن غريبه ما ذكرت تجربتك في تفنتين خشيده. انت حققت الدوري الهولندي لا صحيح؟ بعدني مجايق تسلسل في هولندا. استفاديت بشكل كبير، وكنت اتمنى هاي التجربه تكون اول تجربه احترافيه. ليش؟ لو كانت اول تجربه احترافيه كان بقيت سنين طويله في اوروبا، لانه انا رحت لاوروبا وانا يعني شبعان دلال. وانك انت تروح هناك وحياه مختلفه وظروف اجواء مختلفه، درجه حراره مختلفه. طبعا هنا أنا اليوم بيئتي هذا الرياض والخليج حال نفس الاجواء اللي موجوده بالعراق، بس انك تروح هناك -10 وثلج وحياه مختلفه. التدريب يتمرن، احنا نتمرن الصبح، هنا نتمرن بالليل. برمضان هنا نتمرن الساعه 10 بالليل، هناك ماكو شيء اسمه رمضان، لازم انك تجي تمرن حالك حال. فاجواء ونوع التدريب هناك، سرعه التدريب هناك تختلف، يعني الاجواء كلها تختلف. فانا رحت لهم بعد دلال. فاليوم انت من تشوف سعود عبد الحميد مستمر، ترى هذا شيء يحسب لسعود، للصلابه الذهنيه اللي موجوده عند سعود والعقليه اللي موجوده عند سعود، انه بقى يستمر، وبقى انه يكون عنده تحدي واصرار انه لا انا ما اروح وارجع، انا ما اكون يعني اروح يعني اهمش نفسي وارجع، لا ابقى استمر. فالنجاح هذا يحسب لسعود ترى ولعقليه السعود. فانك انت تروح في هولندا وتلعب مع نادي مو كبير، نادي تفنتي يعني نادي من الانديه في المنتصف، وتحصل على بطوله الدوري وتضرب الفرق الكبيره. وهذا هو كان افضل جيل لتوينتا، والى اليوم النادي ما حصل على لا بطوله دوري ولا بطوله كاس. هي السنه الوحيده اللي هذه في 2009 2010. خليني اروح كابتن اللي يعني واحده من الاشياء اللي الناس غالبا ما يتكلمون فيها عن نشأت، يتكلمون عن ياسر القحطاني ويونس محمود. الموضوع وايد حكينا به. انا بس ابغى اسالك انه انت اعتقد في مجله اسمها سوبر قالت انه انت اصلا افضل لاعب في البطوله، ومع ذلك ما سمعنا انه كابتن نشأت مثلا يحتج ولا يلمح ولا ليش مو انا افضل لاعب، بعكس مثلا الكابتن يونس انتوا اخذتوا اللقب. ياسر كان افضل لاعب في البطوله. غريب انت ما تكلمت زيك زي يونس يعني، او ما وضحت للاعلام انه حتى انا ترى استحق افضل لاعب. مو انا قبل شوي ايش قلت لك؟ انا قلت لك الانسان اللي يعرف قيمه نفسه، يعني هاي كلها اكيد، يعني ماكو انسان ما يحب انه يحصل على جائزه، خصوصا جائزه افضل لاعب في اسيا. واني كنت صادق يعني، والى الان صادق انه لو اي واحد ما اخذها يستحقها. يعني يا اخذها ياسر كان يستحقها. يعني السنين اللي قبلها راحت مثلا جائزه افضل لاعب راحت للاعبين ما كانوا يستحقوها. صح ولا لا؟ هنا تبدي انك انت يعني تشعر بالظلم، تشعر بها. بس مثلا انه ياسر كان يستحقها، يعني هم كان جيد وكان ممتاز مع ناديه وكان مميز مع المنتخب. وياسر كان هو شلون احنا نسميها القلاده مال الميداليه بالمنتخب السعودي، انه تعزل ياسر تعزل المنتخب السعودي، وهذا اشتغلنا عليه احنا. فانك انت ياسر ويونس كذلك هم كان متوهج بشكل كبير مع نادي الغرافه، وحتى مع المنتخب. بس انا يعني في اكو كواليس ما احب احكيها، انا ما قلت لك هذا موضوع هواي حكينا بيه.
وانا هذا من كثره الكلام بي وكثره هذه يعني البعض يحس انه انا دا اطالب بحقي. لا مو مساله اطالب بحقي، بس انه في اشياء يعني في بس لانه صارت تبعات عليه كابتن لليوم، صارت تبعات عليه لليوم، الناس تقعد تسولف بيها والناس وهذه يعني ولليوم انا اقول والله العظيم ياسر يستحقها، عادي ياسر يستحقها ويونس يستحقها كذلك. بس في ذاك الوقت هو انا اللي كنت يعني من هذا، انا الاتحاد الاسيوي اللي بلغني. بلغك؟ انا مبلغيني الاتحاد الاسيوي، انا قبل اسبوع مبلغني مجله السوبر مبلغتني انه انت افضل لاعب بس لا تتكلم. ورحت وانا يعني لحظه بس هذا جزئيه مهمه. هي بلغوني انه بعد مباراه السعوديه العراق انا شفت اكرم. لا مو بعد السعوديه والعراق، انه حتكون انت يعني بعد المباراه. لا اجل قبل لا اسافر انه بلغوني انه انت افضل لاعب في اسيا بس لا تتكلم، لا تقول ولا هذه. راح تجون ثلاثتكم راح نسوي بروفا، ما راح نقول من الفايز راح نقول نعلن عنه بيوم توزيع الجوائز. ورحنا كليتنا سوينا بروفا وكذا، وطلعنا انا ويونس وياسر وهذه. بالحفل تغير يعني المكان ما نشأت صار. طيب يمكن الكلام هذا انقال ليونس وانقال لياسر، ممكن وهذا اللي خلى يونس يجي يعني وقت ممكن ما اعرف. ممكن بس انا حتى مجله السوبر يعني لأن كانت مجله السوبر في كل سنه تعلن عن الفائز صح قبل التتويج. ف عندي لحد الان المجلات انه نشأت عريس آسيا وحاطين صورتي. اول شيء كانوا احنا ثلاثتنا، بعدين العدد اللي بعد كان اسبوعيه، هي مجله اسبوعيه، وبعدين صار انه العدد. بس ممكن يجوز متكلمين ويا ياسر ما اعرف. بس الى اليوم انا اقول يعني حتى لا يقتطع هذا الفيديو ويقول لك اني وما ادري شيء، لليوم انا اقول ترى تدش عليه ياسر يستحق يعني. وياسر كان هو العلامه الفارقه بالمنتخب يعني بذاك الوقت طبعا. يعني لولا ياسر ممكن انه اي نعم كان مالك كان مؤثر بشكل كبير حتى في البطوله، بس ياسر كان هو العلامه الفارقه. طيب خلني اسالك عن موضوع يا اخي. بس هو الموضوع هذا شيء يعني لانه لليوم شوف انا بقول لك ليش كابتن، لانه لليوم لما يجي اي خلاف او شيء انه يرجعون بالزمن انه هذا كله بسبب ذيك الجائزه، عرفت؟ خلينا نعيش بالحاضر. انتوا الناس كلها عايشه بالماضي وعايشه والله هذا الصراع اني احسن وانت احسن. طيب هذا هو اللي هذا يعني الراي الجميل اللي انت قلته، انه انا اعرف قيمتي حتى لو ما اخذت جائزه. هذا الكلام ينطبق على نشأة أكرم لكن ما ينطبق على غيرك كابتن. غيرك كل اليوم هو كل انسان حر بتصرفاته وكل انسان مسؤول عن اي كلمه تطلع من لسان. احنا قبل شويه المقدمات شنو اللي كانت انه الحمد لله انه انت تركت اثر طيب صحيح. هذه من المكتسبات. وانا شنو قلت لك هو هذا الرصيد. نعم الحقيقي. الماده تروح تجي، ممكن تسوي بزنس وتخسر بالبزنس، لكنه العلاقه الطيبه طيب الذكر الطيب هذا ما تقدر تشتري، لا تشتري بفلوس ولا خلينا نغير الموضوع ونروح لقضيه. في لاعب قالوا لي انه امي ما يقرا ولا يكتب، وانت كنت تقرا له العقد وتكتب له لاعب عراقي. لا مو عراقي. اجل لاعب ايش؟ سعودي. ايوه. ايش حكايه هذا؟ مين هذا اللاعب؟ ما حنقول اسمه خلاص، بس ايش كنت تسوي يعني؟ لا هو ما كنت اسوي انا، هو كان لاعب صغير بالفريق واحنا كنا محتضنين اللاعبين الكبار اللي موجودين. بالمناسبه انا كنت بالنادي الشباب ما كنت اتعامل معامله محترف، هذه شهاده للتاريخ. ايوه كانوا يعاملوني معامله لاعب مواطن وقائد، وفي بعض الاحيان حتى يعني تصير استشارات. يعني أنا وعبد عطيف وصالح صديق واللاعبين الكبار ومحسن الدوسري ذول الكبار، فكان حتى جزء من عنده استشارة ونقعد شنو رأيكم فلان كذا كذا. طيب فكان أحد اللاعبين رادوا يجددون يعني يسوون عقد وياه، يوقعون عقد وياه، وهو أنا ما كنت أعرف إنه اكتشفت إنه هو ما يعرف يقرأ ويكتب يعني، أو صعب عنده القراءة أو حتى صعب خلينا نقول انه يميز الارقام وكذا، فك شفره العقود بها كلها مشفره. طيب في ممكن كلمه تقلب العقد عليك، صح، يعني انك ممكن تصير ضدك او تصيرها.
قلت له ترى يجددون وياك بس لا توقع، جيب عقدك. قال لي شلون؟ قلت له اطلب عقدك، قول لهم ارد اقرا وارد اطي المحامي مالتي او الوكيل بالبيت او بالكذا او بالهذه. هم طبعا يدرون بي ما عنده وكيل وما عنده هاي، فبطريقه او باخرى رادوا يجددون وياه ما قدروا، فاخذ العقد وبعدين سوينا نوت عليه هنا على هذه لا هذه لا هذه لا، عدل عليه والحمد لله والشكر يعني ووقع. انا اللي فهمت انه في نادي الشباب، وقت نادي الشباب. اي بنادي الشباب. بس غريبه يعني، ليه من اللاعب قاعد افكر في اللاعبين وقتكم واحد. يعني ساعدت انت والتزموا الاداره. لا مو بس انا. يعني حتى اخواني اللي موجودين وياي، يعني كان صالح صديق والاداره عرفت عنكم ولا ما تعرف؟ لا ما هاي اول مره احكيها. بعد السنين هاي اول مره احكيها. ايه واحكيها بالاعلام، احنا حتى سوالف بيناتنا ما نحكيها. فعدلنا والارقام يعني هنا مكتوب سنه لازم تصير سنتين، هنا لازم تصير سنه، هنا كذا مده العقد هيك لازم ذني كذا ذني تعدلهن. فتعدلن ووقع والحمد لله يعني صاروا احد نجوم طيب خلينا نروح معاك للعبه ثانيه اسمها التحدي. انا حذكر لك اسم لاعب يستمر معاك للنهايه او تطلعه وتختار اللي عقبه. هم افضل اللاعبين العرب حاليا في الدوريات بشكل عام في العالم: ياسين بونو، سفيان مرابط. لا بونو، رياض محرز. محرز ولا مرموش؟ محرز ولا محمد صلاح؟ محمد صلاح ولا سالم الدوسري؟ محمد صلاح ولا نصير مزراوي؟ صلاح ولا نايف أكرد؟ محمد صلاح ولا محمد عمورة؟ محمد صلاح ولا ريان آيات نوري سيتي؟ محمد صلاح ولا إبراهيم دياز؟ محمد صلاح ولا موسى التعمري؟ محمد صلاح ولا محمد الشناوي؟ محمد صلاح ولا أكرم عفيف؟ محمد صلاح ولا سعيد بالرحمة؟ محمد صلاح. آخر واحد، محمد صلاح ولا أشرف حكيمي؟ محمد صلاح. محمد صلاح أفضل لاعب. محمد صلاح تجربة تبني عليها. هذه ما أعرف شوية مرات واحد يتفلسف بس لا أقول بس يعني إنه لا يعني في تجارب بالحياة لازم يعني تدرسها. تجربة ميسي، تجربة رونالدو، والصراع اللي عاشوه هاي السنين الطويلة. احنا بالأخير أنا لاعب كرة قدم وأني بشر، يوم أجي تعبان نفسيا، يوم أجي ما مرتاح، يوم أني بنشوة الفوز، بزهو الانتصار، إذا كان فردي وإذا كان هذا. أحيانا تفلت من عندي في عالم كرة القدم إنه ما تكون جيد، ما تكون عايش الأجواء. بس دول الاثنين ذا ميسي وذا رونالدو يا أخي غير طبيعيين، يعني تجارب عظيمة. يعني السنين الطويلة الصراع اللي عايشين إلى الآن إحنا بيه. يعني رونالدو في الدوري السعودي واللي سواه بالدوري السعودي، وميسي وراح الأمريكا واللي دا يسويه في أمريكا. بغض النظر الدوري شنو هناك، بس التجارب اللي عاشوها، إذا كان حتى النقل هذا الصراع من ناديوي إلى منتخبات. صحيح. فهاي التجارب لازم تستلهم من عندها وتسوي عليها دراسة. محمد صلاح ترى ما يقل التجربة. محمد صلاح يعني تجربة عظيمة. كيف بدأ من نادي في الدوري المصري، وبعدين كيف انتقل في أحد الأندية الأوروبية، أعتقد كان في سويسرا يمكن، وبعدين انتقل وراح تشيلسي وما نجح. صح. بعدين راح لروما، وبعدين راح لفيورنتينا أو بعدين روما، وبعدين رجع وسووا هذا الريكورد العظيم اللي موجود في ليفربول. فمحمد صلاح لا، تجربة ما تقل، مو موهبة، تجربة ما تقل عن تجربة ميسي ورونالدو، بدون يعني ما بدون مبالغة. لأنه هسه بعض يقول لك هام وهو موهبته، لا أنا ما دا أحكي عن الموهبة، أنا دا أحكي على التجربة. اللي سواه محمد صلاح يعني شيء خارق، صعب جدا. أنت تكون هداف الدوري الإنجليزي لأقوى دوري بالعالم لسنين طويلة، وتكون ترقم صعب، وبنادي مثل نادي ليفربول. وكيف نادي ليفربول، احنا كلنا نعرف نادي ليفربول نادي الثمانينات،
صحيح. صح ولا لا؟ عودة محمد صلاح فيرمينيو وكلوب المدرب وهذه رفعوا من النادي بشكل غير طبيعي. ما يقلل رياض محرز كنترول واحدة كافي. صح ولا لا؟ بس لكنه أنا دا أحكي على امتداد. يعني أنا بوجهة نظري النجم اللي مو يلعب لك سنة سنتين، ولا النجم اللي يلعب لك 4 سنين، النجم على امتداد. والنجم حتى بعد كرة القدم هو كيف يحافظ على نفسه، كيف يحافظ على مظهره، كيف يحافظ على طريقة كلامه، يخلي الناس تتقبل رأيه. شنو فايدة أنك أنت نجم مثلا عفوا ما تعرف تحكي، أو حتى أنت عندك، إحنا بالعراق نقول كذب مصفط أحسن من صدق مخربط. عرفت شلون؟ فأنت مثلا شنو فايدة أن أنت عندك فكرة لكنه طريقة طرحها غبية، أو ما توصل الفكرة برزنتيشن عندك تعبان. فنفس الشيء أنك أنت اليوم النجم أنك أنت تحافظ ويصير عندك امتداد. أنت ترى أنه المثل اللاعب العربي الأمثل والمثل القادم للأجيال القادمة منو؟ صلاح. أكيد بلا منازع. كل تجارب العرب تقف عند صلاح، تقف عند صلاح. كلهم هذول خليهم مجموعة وخلي محمد صلاح ومنها لازم تبني عليها. خلينا نروح لمنتخب العراق. أين. وتحديدا في الأخير منتخب العراق تأهل لمونديال 2026. أنت مو عاجبك أنه تأهل بهذه الطريقة صح؟ لا، أول شيء عاجبني طبعا تأهل العراق أكيد 100%. أنا أقول بهذه الطريقة. إيه طبعا أزعل، لأنه أني من حقي أنه 8 مقاعد ونص، فمن حقي أنه أنا أروح من النهاية ضمن 8 مقاعد ونص. أنا ليش أروح 8 ونص وملحق؟ وأنا بنفس الوقت صرف أموال جدا كبيرة لتأهيل المنتخب. والله طبعا هاي لأول مرة بتاريخ العراق أنه تصرف هذه الأموال والظروف أنه حتى يكون المنتخب يتأهل إلى كأس العالم. وأنا أشوفها أخطاء إدارية أكثر ما أنه أخطاء فنية. يعني مو أخطاء فنية، يعني أخطاء إدارية وبعدين هي ولدت أنه تكون أخطاء فنية. أنا ما دا أحكي على اللاعبين. لاعبين خليهم بجنب، يعني لأنه أنك أنت تستقطب مدرب غير جيد، والإصرار أنه هذا المدرب يكون موجود، والإصرار أنه هذا المدرب لازم يستمر، والتدوير اللي كان حاصل من قبل المدرب على اللاعبين، وعدم الانسجام، وعدم خلق هوية للفريق. كان بالإمكان بهذا الأموال اللي صرفت أنه يكون عندك على الأقل شكل وهوية. المدرب الأسترالي اللي إجا كان مميز، خلق هوية للمنتخب العراقي، أنه أنا ألعب بهذه الطريقة، أستخدم هذا الأسلوب داخل الملعب، أقدر أنه في دراسة وفي رؤية أنه أنا أتعادل في هذه المباراة، أفوز في هذه المباراة، أتأهل. إحنا ذاك ويا المدرب الإسباني ما كانت هاي التجربة، والدليل أنه المدرب طلع صار له قد طلع من تدريب العراق إلى اليوم ما عنده نادي ما يدرب. فأنا أشوف تجربة إدارية فشلت، صراع إداري كان فشل في الإداري، فولد من عندها أنه إخفاق فني، وبعدين ولد نتائج غير جيدة. تتوقع تسوون شيء بكأس العالم؟ يعني بغض النظر أنك أنت هو الوحدة، يعني من أسمى وأعظم الأهداف أنك أنت تكون موجود في كأس العالم. يعني شو الفرق العربية، خلي باستثناء المغرب، شو الفرق العربية منو اللي راح يسوي شيء بكأس العالم؟ ممكن مصر. وين وصل؟ أقول لك ممكن مو لا وين؟ يقول لي أنت ضربت لي مثل بس غير تقول لي يعني المغرب الرابع على العالم منو؟ إيه طبعا، بس ترى الرابع العالم يعني في منتخبات جابتها مرة ما عاد جابتها مرة ثانية. مثلا كوريا الجنوبية جابتها مرات. إيه بس ما يصير تنسف، يعني تنسف التجربة المغربية والنجاح المغربي. أنت تحكي على منتخب أولمبي حقق الأولمبية، منتخب طبعا. الوطني حقق هذه، المنتخب المحلي حقق البطولة الأفريقية، منتخب واكو امتداد. شلون المنتخب الفرنسي هسه، انت المنتخب الفرنسي 2018 و22 واكو امتداد صح. فالتجربه المغربيه تجربه عظيمه. كل الفرق العربيه كانت تشارك لمجرد المشاركه. يعني انت تعتقد العراق ما راح حتى يوصل دور ثاني؟ انا ما دا اقول بس العراق، يعني قد هي بالاخير كره قدم، انك انت راح تلعب وراح بالاخير راح تأدي، وإذا أنت أديت والتزمت بالواجبات وقراءة كانت جيدة من المدرب وكان في توفيق، وهذا بالعكس ليش لا؟
انه هذه بس. لكن تقول لي انا اقول لك على التجارب السابقه، اعطيني اي منتخب عربي شارك غير لغرض المشاركه، قل لي. السعوديه وصلت دور 16 بيا سنه 94 بال94 وبعدها ما وصلنا شيء، بس على الاقل يعني وصلنا يوم من الايام. ما يخالف وصلت فرا، بس كل هالتجارب يعني كل البلدان العربيه وانا اشوف التجارب يعني بس لغرض المشاركه. ورغم بال94 كان منتخب عظيم منتخب السعوديه. في كلام انه طبعا انت انسان مش عنيف، انت ما شاء الله لطيف يعني. في كلام انه في قصه مسدسات في اجتماع اللجنه 2004 برضه كمان. ايه تذكرها؟ اي لجنه؟ اللجنه الاولمبيه في استعدادكم لاولمبياد 2004. ايه شنو منو كان في اجتماع في مسدسات في الاجتماع؟ لا ما كان لا في. لا احنا لانه يعني انا عن نفسي ما حضرت اي اجتماع من طلعت بالنصر، رحت للنصر بعد قمت قليل اكون متواجد بالعراق. فاكون فقط في المعسكرات، يعني مثلا المباريات اللي او اجتماع ثاني يمكن تذكر شيء زي حاجه زي كذا فيها مسدسات؟ لا بس اذكر لاعب طلب مسدسات. ايوه يمكن هي ايه في نفس الفتره ذيك اعتقد ايه يمكن من تاهلنا وهيك شيء. هذا كان في اجتماع ورئيس اللجنه الاولمبيه كان احمد الحجيه الله يرحمه. قال شنو محتاجين؟ فاحد اللاعبين قال اريد مسدسات. ليش؟ ما اعرف شو اللي جاب راسه يعني. فحتى قال له انت شو تسوي بالمسدس؟ قال له يعني حلو مسدس يكون عندي مسدس. قال له بابا انت رايح تلعب طوبه، انت شنو مسدس شنو؟ فصار ضحك وصار هذا، بس هو ما اعرف يعني ما انا ما ودي ارجع للصراحه ورا كثير، بس بتذكر في 2007 برضو نسيت اسالك السؤال هذا. منتخب العراق حقق اللقب، لكن قبل البطوله برضو كان في ازمه شنو؟ ازمه خلينا نقول اعلاميه، ما اعرف هل هي كانت ازمه فعليا او لا، على شارة القياده. مين يكون الكابتن، انت ولا يونس؟ هو مو بس اني طرف بها يعني. احنا شلون هنا بالسعوديه للاقدميه صح، وهذا يعني متعارف عليه في كل البلدان العربيه. الاقدميه هو من يعني يكون كابتن، والاقدميه لا الي ولا ليونس. اجل الاقدميه لعماد محمد والهوار والنور صبري. نور صبري وعماد محمد من اقدم اللاعبين اللي كانوا موجودين في المنتخب. فاعتقد الازمه ما كانت يعني مو اللاعبين اللي خلقوها واللي افتعلوها. اللي افتعلها المدرب واتحاد كره القدم بين ليله وضحاها قالوا انه يونس يكون كابتن، وما حطوك بين نارين، يا اما تقبل او تطلع تقول انا ما العب المنتخب لانه فلان كابتن. فحطوك انت بين المطرقه والسندان، انت يا اما تروح هيك ويا اما تروح هيك، فما لك خيار انت كلاعب كره قدم. لكنه لاعب يداعي بحقه ويداعي بهذه لا ما سموه. انا متحدث يعني المتحدث بما فيهم انا مو الاقدم عماد محمد والاقدم نور صبري وهوار، هم كلهم اقدم من عندي. اجل ليش اختاروا يونس؟ المدرب والاتحاد قرر وخلوك بين خيارين، يا اما هذا ويا اما هذا. فانت بالاخير يعني ما شو تريد تسوي؟ يعني تقول لا انا ما العب للمنتخب لانه انا مو كابتن؟ لا بالعكس، تتقبل الموضوع. حتى يونس يعني يعني مش معناته تقليل من يونس انه هو ما يستحق يكون كابتن، لا، بس على القدم يونس كلاعب وكموهبه وكاسم ورقم صعب. ولليوم يونس رقم صعب. بس كأقدمية كسياق في هسه شلون انت مثلا بالسعوديه الاقدميه صح ولا لا؟ مو كل الانديه يعني، لا المنتخبات المنتخبيه نعم. اي الاقدميه يعني خباني يعني عايش بقطر كذلك بالامارات الاغلب الاقدميه يعني. كان عندنا مكانك هنا جالس كابتن مالك معاذ وسالته عن مباراه النهائي 2007 قال ضربوا ياسر ضرب الله وكيلك. اي صحيح ضربت ياسر لا اشتري السوي له بوسناه قبل اللعبه كافي. يعني كانت استراتيجية هذه كابتن من عندكم انه احنا لازم نضرب ياسر لازم ولا ايش؟ شوف البطولة احنا كنا محتاجين اكثر من عندكم طبعا. الظروف يعني اللي احنا كنا نعيشها والاجواء اللي احنا كنا محتاجين اكثر من عندكم. طيب والاجواء اللي كانت عندنا موجودة في المنتخب كانت تكون اكو مقابلها اجواء وموت موجود في البلد. فأنت من هذه الظروف
احنا يعني لازم تسوي اي طريقه انك انت تعزل المنافس، ما اريد اسميه خصم، منافس. فبما انه يعني انا ملم بالدوري السعودي ولاعب في الدوري السعودي، وكان قصي وياي كذلك هنا يلعب بالحزم، فاكيد انت وين تروح؟ روح لافضل لاعب ابو عبد العزيز ياسر، تروح لافضل لاعب. اي كان في استراتيجيه طبعا يعني بدون شك، انه يعني مو ضرب، كان في خشونه يعني وتعامل، يعني انه شويه كانت اكو قساوه، ولو هسه الظاهر يعني كان مشكله يعني. كان صار يعني بس احنا ما اريد اقول لك يعني انه احنا كنا الطرف الاقوى والاقسى في المباراه. طب مقابلك كان اكو سعود كريري وخالد عبد العزيز. خالد عزيز يضربك ويخابر الاسعاف يقول انت عايشيله. لا بس ما صار في المباراه ذيك. لا خالد شلون؟ خالد يعني خالد من ازعج اللاعبين اللي تلعب ضده، هو وسعود كريري كانوا لاعبين يعني اكو لاعبين بهالاجيال هذه انا اقول انتم محظوظين ما لعبتوا ضد الاجيال اللي انا لعبت ضدها. يعني صراحه احكي لك على السعوديه، يعني خالد عزيز وعمر الغامدي وسعود كريري مثلا بالنص. زين انت انهزمت من واحد من غير رضا تكر من غير رضا تكر واسامه المولد وحمد المنتشر. حمد بالله كان اللي هو اهدأهم، بس هم حمد كان هاي السلايت مالته هم كان يعور، بس اسامه ورضا فكان في خشونه من كل الطرفين. بس احنا على ياسر تركيز كان على ياسر. ايوه هذا هو انه ما في استراتيجيين لا نروح نضرب نشأة مثلا. لا التركيز كان على ياسر ونجحنا بيها صراحه يعني، وهذا حق مشروع يعني. بالعكس بالاخير البطوله صعد نهائي كاس اسيا يعني اشتريتها بالاخير يعني من حصل شيء يستاهله عموما يعني وكرة القدم مثل بالاخير ياسر انسان محترم جدا وراقي جدا، وصار في تاتش داخل الملعب بعد المباراه اجى بكل لطافه وبكل ادب سلم وبارك وتشكرنا واعتذرنا من عنده وراحت صفحه وانطوت، وهي صارت من الماضي. بس بما أنه الحدث كبير وياسر اسم كبير والمنتخب السعودي اسم كبير وكذلك المنتخب العراقي اسم كبير، فهذا التاريخ يذكر يعني دائما الناس تردد وتعيد هذه الأحداث والهذه ومو غلط. في ذيك البطولة أنت شوية كنت عنيد، الظاهر كانوا مانعين تبادل القمصان المنتخب العراقي، لكن أنت كنت ما سمعت الكلام. مو مانعين يعني ما عندنا احنا بس قميص واحد. ايه هو مش مانعين يعني. يعني قالوا لو راح القميص عليك ما في قميص ما عندنا ما عندنا اول شيء هي كانت رطوبه. هذا نحكي اعتقد شهر بدايه شهر 7 البطوله او نهايه شهر 6، وبتايلاند وتعرف تايلاند مطر ورطوبه واجواء غير هذه، فمستحيل تقدر تلعب بتيشيرت واحد. احنا كان عندنا تيشيرت واحد، فكان مسؤول الملابس عمنا الغالي الله يطول بعمره ان شاء الله حق ابو حيدر، فاجا قال لي عبو لا تبدل التيشيرت. قلت له ليش؟ قال لي طبعا هو اول شيء حتى الناس تعرف هذا بروتوكول انه في البطوله تصفيات كاس عالم ونهايات كاس اسيا والاولمبيات بروتوكول لازم تبدل تيشيرتك مع الفريق المنافس حتى تثبت لنفسك وتثبت للاجيال انه انت يعني وينصح به الاتحاد الدولي الاتحاد الاسيوي انه لابد انه يكون اكو تبادل. فقلت له ليش؟ قال لي ما عندنا بس تيشيرت واحد. قلت له ما لي دخل انت دبر روحك. قال لي لا. قلت له فاني بين الشوطين بدلت، بين الشوطين اكو فات من يمي لاعب تايلاندي، قلت له انا طلبت من عندك، قلت له بدل التيشيرت، قال لي اوكي، فبدلت التيشيرت بين الشوطين. لبسني واحد ثاني اللي هو كنا هذه تيشيرت واحد، بعدين المباريات اللي بعدها قلت له ما اعرف دبر روحك انا بالنسبه لي امان. ليش طيب؟ فانت ذا تشوف احنا المباراه الاولى كنا نلبس تيشيرت، مباراه دوري المجموعات لبسنا تيشيرت، وبعد الدور الاول لبسنا تيشيرت ثاني بس الناس ما مركزه بيها. واحنا نور صبري ارجع لنفس هاي القصه، نور صبري احنا كنا نلبس امبرو
نور كان لابس اديداس او نايك في البطوله. فشون يصير؟ فعرفت شلون؟ فشوف نور كان التيشيرت ماله يا اما اديداس او نايك. فاحنا الدوري المجموعات لبسنا تيشيرت، والدوري اللي بعده دور 8 لبسنا تيشيرت ثاني، بحكم انه يعني فلهذا السبب اقول لك انه ما كان اكو عوامل نجاح او مؤهله انك انت مثلا تنجح بوقتنا. لو تقارنه بالجيل الحالي بالوقت الحالي، يعني طياره خاصه ومساله ملابس وتوفير واشياء. يعني احنا عندنا كابتن فقره اسمها فقره الظروف. عندك ظرفين تختار واحد فيهم، اكشف المستور او سؤال محرج. لا جيب من الاثنين. ليش الاثنين؟ اي عادي، في مشكله. هذا اول ضيف يسويها. جيب ايش مشكله. خذ الكرت الاول هذا. ايش اكشف المستور؟ اكشف المستور. افتحه واقرا السؤال كرما. اقرا السؤال بصوت عشان المتابع. اكتشف المستور. لماذا فشل انتقالك لمانشستر سيتي ولماذا لم تبحث عن تجربه ثانيه؟ فشل انتقالي لمانشستر سيتي لانه ما انطوني اقامه، يعني الورك بيرمت ما انطوني اياها، بس فقط بس للاقامه. ولا انا رحت بدون اختبار. كان شرطي الوحيد انه انا ما اروح اختبر، ورحت بدون اختبار. جوني شافوني لايف. كنت العب في الدوري الاماراتي وشافوني لايف وقعدت وياهم وقلت لهم انا اعرف انه كرة القدم هناك مختلفة، إذا كانت من نوعية التدريب أو حتى المباريات. أنتوا أهم شيء شوفوا الكواليتي. إذا عندي كواليتي فأنا أحتاج وقت حتى أدخل مع المجموعة. وما انطوني بس فقط انه ورحت وسويت فحص طبي ووقعت عقد لكنه كان شرط العقد صدور الإقامة فقط. وكان هو ولا كانوا قادرين يجيبونها بطريقة بأخرى؟ لا، لأنه ما كنت مستوفي الشروط اللي هي في الدوري الإنجليزي يختلف عن الدوريات الأوروبية. أعتقد إلى الآن موجودة، اللي هو تلعب 75% آخر سنتين من مشاركاتك مع المنتخب الوطني، وهاي كنت مستوفيها أنا. الشيء الثاني أنه الفيفا رانكينج اللي هو لازم يكون ترتيب بلدك تحت 70 وإحنا كنا فوق 70. والشيء الثالث أنه كان رئيس نادي مانشستر سيتي قبل الشيخ منصور، قبل لا يستحوذ عليه الإمارات والشيخ منصور، كان رئيس وزراء تايلاند. فقبلها كان جايب لاعبين تايلنديين للفريق. فالهوم أوفيس مال رابط الدوري المحترفين الإنجليزي قالوا أنه هذا يعني مشروع انتخابي أو مشروع سياسي يريد يروج له، مثل ما روج له جاب التايلنديين فيريد يجيب العراق شخص عراقي وكذا وهذه، فما مستوفي الشروط فرفضت يعني. وليش ولا كملت يعني ولا كان احترفت في السيتي؟ أنا وقعت وعدي العقد، إذا تريد أزودك يا عادي أعطيك إياه تقدر تعرضه. أنا وقعت العقد وسويت الفحص الطبي ورحت تمرنت وياهم، بقيت وياهم تمرنت تقريبا 12 يوم وتمرنت أو المفروض كان أنا أبقى أسبوع، بس أنا بقيت قلت لهم غيروا لي التذاكر وبقيت تقريبا يمكن 12 يوم 13 يوم تمرنت. بعدين رجعت للإمارات، صفيت أموري كلها مع النادي، أهلي رجعتهم، فرغت البيت. تعرف هاي أكو أشياء أمور ثانوية تقدر لازم تسوي براءة ذمة لها للنادي. وأريد أشكر نادي العين والشيخ هزاع يعني اللي ولا تردد لحظة. تعرف أنا لاعب مهم بنادي العين، بديت أخذ وضعي وأموري اللي موجودة في الفريق، من طلبت أنه أنا أريد أروح بدون، قال لي روح ما أقف مستقبلك، ترايح المانشستر. وسبحان الله بعد سنة الإمارات استحوذت على وتكملت انه الدوريات الاوروبيه الكبرى. لا انا بعدها بسنه ونص رحت لهولندا. نفس المدرب ستيف ماكلارن كان مساعد الإيريكسون، هو اللي وداني لهولندا، فرحت وياه. نفس المدرب اللي كان موجود هو رحت كملت وياه وحصلت على. اعطيني هذا وخذ اللي بعده. خاف الاعداد يزعلون مني ليش تعطي كرتين. لا بس يلا ماني قلت ما سؤال محرج. يقال أنك في البرامج الرياضية تتجاوز التحليل الفني لتصفية الحسابات. لا أبدا، بالعكس. أنا أقول أدي في جنبتين للجواب.
انا بطبيعتي احكي فني بحت، اتكلم فني بحت. اي صراع خارجي ما ادخل به، ولانه انا رجال فني، يعني انا رجال لاعب كرة قدم، ابن كرة القدم، واحلل الامور الفنيه. بس الجمهور مثل الزبون دائما على حق، عرفت شلون؟ الجمهور دائما على حق، والجمهور بعض الاحيان يريد تدغدغ مشاعره، ما يريد تقول له يعني مثلا انت ما عندك فريق او فريقك في نقص في الجانب المعين، او في عندك مشكله في الجانب المعين، فيتحسس من عندك اذا كان جمهور منتخبات او اذا حتى كان جمهور انديه. بالاخير انا عامل الكل بسواسيه. انا اشتغلت وياك بالام بي سي، صح، وكثير طلعنا استديوهات. صح. اكثر ناديين احبهم النصر والشباب، اكثر انديه ممكن اكون قاسي عليهم. واليوم انا بالمجلس في قناه الكاس اكثر نادي اكون قاسي عليه الغرافه والوكره، لانه احبهم. فمن اكو خلل اقوله حتى اتمنى انه يتصحح الخلل. بس بالاخير انا ما ادخل بصراعات واي تصفيات حسابات. والدليل انا كنت ماخذ بخاطري من عدنان درجال ويونس محمود. طيب هذا انت اليوم ما تطلع مع يونس محمود في المجلس؟ لا ليش؟ مو يونس هو خلاص، هو يونس تفرغ للعمل الاداري. بالعكس ابدا، بالعكس. بس يعني اليوم لو جاي يونس محمود في المجلس تطلع انت وياه سوا في المجلس بنفس الحلقه؟ اي عادي، شو المشكله؟ ما جاء عدنان درجال وطلعت وياه، واجا يونس في كأس الخليج اللي بالكويت كانت موجوده، يونس كان قاعد مقابلي وهذا. بس في فتره ما انا كنت ماخذ بخاطري من يونس ومن عدنان درجال. ايوه ليش؟ يعني الامور اللي احنا كليتنا كنا مع بعض بعمليه يعني الصراع اللي كان موجود بيننا وبين الاتحاد العراقي السابق. واني سحبت نفسي بكل ادب وبكل احترام، ورحت قعدت وسكتت وانتقلت. عندي اعظم منصه عربيه انا اشوفها، يعني هذا رايي، من اعظم المنصات العربيه اللي هو برنامج المجلس، واكثر برامج مؤثره ومتابعه. كنت اقدر اخذ برنامج لتصفيه الحسابات، وعمرهم لا قناه الكاس ولا خالد جاسم مل علي او يملي عليك او على اي ضيف، انه دائما حتى الاخ ابو جاسم اخويا وصاحبي وواحد من افضل المقدمين اللي مروا عليه في حياتي وحتى في الوسط الرياضي، عمره دائما من يطلع يقول اي راي يقول المحلل هذا رايي الشخصي، لا توجه القناه ولا توجه البرنامج. كنت اقدر اخذ هذا البرنامج منصه لتصفيه الحسابات، وكثير اكو مثلا لاعبين واكو انديه، بس لا عمري بالعكس. طيب بروح معك لفقره اسمها ذكريات. بطلع لك صور وانت علق عليها او قول ايش حكايه هالصوره، تمام؟ اي هاي حلو. انا يعني كلش افتخر بتاريخي، كلش افتخر بالبيئه اللي انا نشأت بها، بيئه فقيره ومن عائله فقيره، وطورت نفسي وحصنت نفسي وارتقيت. وانا يعني مثلا على سبيل المثال، شوف خليني اقول لك شغله واحده. قولي. من ناحيه التعليم والتحصيل الدراسي والهذا، انا الدوله ما تعبت علي. كل اللي تعلمته بمجهود شخصي. انا اليوم عندي دبلوم في باداره المنشآت الرياضيه، عندي دبلوم ورايح باتجاه الماجستير. انا هذا كله مجهود فردي، كله انا تعبت عليه. اتكلم انجليزي انا تعبت، ماكو جتني مثلا فد مؤسسه ما علمتني، اذا كانت في المدرسه او حتى بعد المدرسه او حتى كاتحاد كره قدم او بناء انه يحتويك. كل اللي اني فيه، يعني اعوذ بالله من كلمه اني في الوقت الحالي، اذا كانت عندي من معرفه او ثقافه او هو بفضل الله ثم فضل نفسك، يعني فضل نفسي، ماكو اي عامل مساعده اخر. اني حبيت انه اجتهد وانه انا اكون مختلف مثل ما كنت. مين الاثنين اللي بالصوره هذولا؟ والله ما ولا ما تذكرهم؟ ما اعرفهم، لا بس جمهور. طيب هذا من اروع التجارب. هولندا بطل الدوري الهولندي، يعني انت حكيت عنها يعني كثير صراحه. بطل خلص، انت هذا بالسي في مالتك انه انت عندك دوري هولندي. أيوة. واحد من اقوى الدوريات الاوروبيه. عمو بابا صاحب الفضل الاول والاخير، هو اللي اكتشفني.
هذا هو اللي اكتشفك؟ هو اللي اكتشفني، عمو بابا هو اللي شافني انه انا قاعد اسوي، بدنا نلعب تقسيمه منتخب ناشئين، وكان هم اختبارات وهذه، وشافني. وتخيل عمو بابا، واحد مدرب بحجم عمو بابا يجي يسولف وياك ويقول لك انا راح ادرب نادي صلاح الدين وراح اخذك وياي. قلت له بس انا موقع بنادي القوه الجويه. قال لي ما لك دخل، اخذك وياي تجي؟ قلت له طبعا وراك. وعرفت، وصارت لي مشكله بنادي القوه الجويه، منطوني استغناء يعني وهذه، بس بالاخير هو صاحب الفضل والاخير. هذا الصورة هذا شمام، هذا ابنك شمام؟ هذا ابني شمام. الصورة هذه في الامارات؟ هذه في الامارات في دبي. وها ابني شمام ما شاء الله صار عمره 11 سنه ما شاء الله. كان عمره يمكن سنه ونص. هاي بنادي الشرطه. طبعا عودتي الى نادي الشرطه. نادي الشرطه كان اخر دوري ياخذه بال 98. وبديك الفتره انا كنت محب ومتابع لنادي الشرطه بسبب احد نجوم كره القدم العراقيين اللي هو كابتن سعد قيس. وكان بحكم انه نادي القوه الجويه ونادي الشرطه قريبين على بعض، فكنت اخلص تمرين من نادي القوه الجويه واجي للنادي الشرطه، وما كان عندي فلوس ادخل. فاحنا عندنا آلية معروفة بالعراق. أول 30 دقيقة من المباراة إذا عندك فلوس تقدر تحضرها، ورا 30 دقيقة يفتحون الباب يخلون الجمهور بعد، يعني هيك خلاص ما في يعني ماكو بعد تذاكر وتذاكر وما تذاكر، إلا الناس يدخلون. فأنا كنت أجي أوقف قبل لا تبدي المباراة، ما عندي فلوس أدخل، وأرد أشوف سعد قيس. والشرطة كان فريق عظيم في ذيك الفترة، فكنت أوقف أنتظر لحد ما يفتحون الباب، أجي أدخل وأقعد وين الجهة سعد قيس يلعب بها، يعني يلعب من هاي الجهة أقعد هنا، يروح ينتقل من هناك أروح أفتر أقعد قريب عليها. فعودتي إلى نادي الشرطة كانت أحد الأسباب أنه قلت لازم أرجع وأحصل شيء ويا نادي الشرطة. وأنا ما لعبت لنادي الشرطة هواي، أنا لعبت بسنة 2000 وال 2003، وهاي ال 2003 أنا ما لعبت هواي لأنه هواي كنت أشارك ويا المنتخب، معسكرات، منتخب شباب، منتخب أولمبي، منتخب وطني، فممكن بالسنة ما لعب لي يمكن 10 لعبات بس اسمي لاعب الشرطة. فمن طلعت فقلت لا لازم أرجع، ورجعت للنادي وحصلت على بطولة الدوري السنتين متتالية. وبعدها خليني أحكي معك عن يعني أخيرا عن المنتخب، عن التجربة السعودية بشكل عام حاليا أو حتى سابقا والدوري السعودي. أنت قبل شيء ذكرت خالد عزيز، سعود كريري، ذكر. أبغى أعرف من أكثر مدافع أنت كنت تشيل همه في الدوري السعودي، في تجربتك في الدوري السعودي؟ هواية والله، واحد كذا يعني يعتبر الأمثل بالنسبة والله هواية. شوف خل أقول لك شغلة واحدة، منو المهاري هسه بالدوري السعودي غير أبو الشامات وغير سالم الدوسري؟ خالد الغنام ونفس توهج أبو الشامات لأنه ما يلعب منتخب بس حيلعب. ممكن أنا أشوف خالد الغنام ممكن أفضل حتى من أبو الشامات، يعني 3 4 5. بس تعالي بالسنين اللي احنا كنا نلعب بيها ايش قد اكو لاعبين بالدوري السعودي مهارين. انا احكي عن المهاره، ما احكي على القوه والبدنيه والصلابه ولا. اعطيني مهارين يلا خلينا نعدد ثاني، خلينا نقعد ما عندنا شيء. عبد عطيف، احمد عطيف، احمد عطيف، محمد الشلهوب، نواف التمياط على بعد منو اعداد ويانا. يلا ذكرونا شباب، ذكرونا عادي، خلي البساطه احمدي. طونا الاسامي اللي كانت ابراهيم ماطر، خميس عويران اللي هو لاعب 6 بس اكو لاعب 6 اجى مثل خميس العويران ماكو. ياسر القحطاني على هواي لا محمد نور إيه. ومحمد نور تورطنا انت بنقول اسماء وننسى اسماء. المهم انه عدد فعلا، لا فعلا كبير وهائل من ناحيه المهاره الفرديه او الكواليتي اللاعبين اللي يحب الجمهور واللي هو مخلوق لكره القدم. هواي اكو اليوم انت دا عدد لك، قلت لك سالم وابو الشامات، انت قلت لي الغنام، يعني ما راح تسترسلته هوايه، فاختلفوا حتى اللاعبين المدافعين. انت قبل شوي بدنا نحكي راسا ذكرت لي، رجعت لي على اسامه ورضا تكر، بس اكو اسامي ترى يعني ذاك الوقت حتى اليوم منو قل لي
اعطيني اسماء اتعدد لي، اعطيني هسه افتح لي 10 اصابع واقعد اعدد لي، ما راح تقعد تعدد لي لانه اختلفت. بس بنفس الوقت انت ما تجي تظلم هذا الجيل، لا تظلمه، بالعكس تعطيه حقه، وهو ما اخذ حقه. انا اعتقد في الوقت الحالي اخذ حقه بشكل كبير، اذا من ناحيه العقود واذا من ناحيه المردود المادي او حتى كشهره. بس لو تقارنه ككواليتي لاعبين، لا انا اشوف اكو لاعبين يعني ما اريد اذكر اسامي، اكو لاعبين صدفه بس يعني بس بمجرد انه هو لاعب بنادي كبير، بس هو كلاعب عادي يعني. كيف صدفه؟ يعني قصدك في لعيبه في الانديه الكبار السعوديه؟ اي اكو، شنو حتى بالمنتخب السعودي اكو لاعبين يعني بس بمجرد انه يلعب بنادي كبير هو، بس هو ككواليتي لاعب هو ماكو مقارنه بينه وبين الجيل القبل او الجيل السابق يعني. لا انت تتكلم الان فنيا كابتن؟ فنيا اي طبعا، فنيا طبعاً انه في لاعبين في المنتخب السعودي موجودين بالصدفه في الفتره الاخيره اي طبعا في لاعبين يعني ما يستحقون. مو ما يستحق، هاي الفرق. مو ما ككواليتي لاعب، كمهاره فرديه، كتكنيك، يعني شلون اقول لك، كموهبه. هسه هو لعب بالمنتخب السعودي، بس لو تقارن موهبته مع المواهب السابقه ماكو مقارنه، بس لانه اكو شحه باللاعبين، وهو لانه لعب مثلا بنادي كبير وصاحب انجازات، ما عندك خيار غير انه هذا لازم يكون موجود. بس هو لو تجي تقارنه بينه وبين البقيه ما يعني ماكو مقارنه. يعني تحكي مثلا يعني سنه الانجازات للاتحاد، من اللي فوز الاتحاد في البطوله الاسيويه؟ اتحاد قصدك النادي؟ اي منو؟ نور، منتشري، مناف. لا المباراه النهائيه من اللي قول؟ مدافعين، منتشري وسامي المولد. لاعب مدافع، بس لكنه كان في اي لحظه ممكن انه يخلق لك. تقصد مباراه العين ولا مباراته هي هذا مال البطوله الاسيويه اللي هو انا كنت لاعب محترف بها انا. بس هي بالبطوله الاسيويه انت تشوف لو تاخذ مسار الفريق كاتحاد مثلا، احنا ما ذكرنا حسين عبد الغني. حتى حسين عبد الغني عنده ريكورد عظيم، السنين اللي لعب بها بالاهلي وذا بالنصر، والامتداد السنين الطويله اللي لعب بها حسين عبد الغني. انا اعتقد يمكن عندي هيك، لانه مره دخلنا سوينا مسابقه مال تحدي 30 ويا مساعد الفوزان، فذكر منه اكثر لاعب لعب عمرا كاحتراف وكلاعب في الدوري السعودي. فاني قلت حسين عبد الغني، لانه كل الارقام كانت تقول حسين عبد الغني. فاكتشفت الشلهوب لاعب اكثر من حسين. يمكن عشان زمن الاحتراف، لان حسين يلعب قبل الاحتراف اصلا. بالضبط، لا لانه حسين طلع احترف. محمد بقى. حسين طلع فتره راح اعتقد راح لسويسرا يمكن، صح. اي بس محمد بقى يلعب فعدد السنين. فاكو لاعبين يعني اكو لاعبين يعني ما تبغى تذكر اسم، انت ما تبغى تقول من افضل. لا يعني مو في صدد انه انا يعني اذكر اسم يعني عشان الانديه. لا لانه انا ما احب الانديه. شنو ما يزعل عليك جمهور كذا لا لا, لا لا ما عندي. لا بس انا ما يعني انا ما احب الصراع يعني قلت لك انا كله احكي فني. يعني بس لك راي مفروض كابتن. لي راي بس مو بالضروره انه كل اللي تعرفه تقوله. طيب خليني اسالك عن تعليقك على قرار اقاله رينارد. الحمد لله يعني، وان جاء انا بالنسبه لي اقول الحمد لله مليون مره يعني وان جاء متاخرا. والبديل، هل كان الاولى انه يكون منتخب السعودي مدرب وطني، ولا تشوف ان دونيس خيار جيد؟ انا اشوف اثنين غلط. الاثنين غلط، القرارين كلها غلط. اول شيء قرار الاقاله متاخر بشكل كبير. ليش يعني انت مثلا لازم تكون عندك رؤيه يعني مسبقه لوضعك. انت من لعبه التصفيات ولعبه الملحق، فانت اكيد لازم تكون عندك رؤيه انه هل هو هذا رينارد اللي راح يكمل وياي في كاس العالم، ولا راح ادخل في تجربه ثانيه ومشروع ثاني. هاي واحده. انت بقيت من الملحق لحد قبل كم يلا اقلته خلاص قبل كاس العالم بشوي. هذا يعني قرار خطأ. يعني انا اشوفه انه الى بعد اخر معسكر للاسف. يعني مفروض انه انت اذا تكون الاقاله. وثاني شيء انت تتكلم على بلد بحجم السعوديه، يعني لا الامور الماديه تعيقك،
ولا حتى انه اكو مثلا قد تكون رؤيه قاصره يعني انه تعيقك. بالعكس يعني ان التطور والاشياء اللي دا تصير والنقله النوعيه اللي كبيره اللي موجوده في المنطقه بسبب يعني الكره السعوديه والحداثه اللي صارت في الدوري السعودي. فقالت انا اشوف هذا. وحتى دونس يعني دونس بس مجرد لانه دونس يعني عنده تجربه في الدوري السعودي يعني انه يعني شنو اللي راح يعني انت تشوف انه كان مدرب اكبر ولا مدرب وطني؟ مفروض مدرب اكبر يعني حتى انك انت يمكن عشان الوقت كابتن ما في مدربين. وهذا السؤال انت ليش بهالوقت انا اخذ قرار وليش انه يعني لو الخيار لك كابتن دونس ولا مدرب وطني؟ لا يكون مدرب لا دونس ولا مدرب وطني. قد يكون مدرب يعني لا خلاص خلينا نقول انه انت ما قدرت تجيب مدرب عشان الوقت وخلاص انا تاخرت في اتخاذ من المدربين الوطنيين المؤهلين يعني في سعد الشهري مدرب اتفاق، بس سعد في خالد العطوي درب ضمك ودرب اتفاق ودرب راح يكون كبش فداء المدرب الوطني. اسهل شيء انك انت تلزم المدرب الوطني تحطه على المقصله وتقعد تضرب بيه يمين وشمال يصير مثل الشيء مال الملاكمه يا هو اللي يجي يطق بيه. حتى المدرب الوطني مو بالسوء اللي ناس تتخيله يعني انه مثلا ليش نجاحات الكره السعوديه مع ناصر الجوهر صح ولا لا؟ مع خليل الزياني مع ناصر الجوهر ولا حتى مع العراق يعني عدنان حمد انور جسام اكرم سلمان عمو باوا المدربين الوطنيين. اليوم انت البارحه نادي الوحده حصل على بطوله في الامارات مدرب وطني. في قطر كذلك نجاح الانديه في قبل سنتين كانوا مدربين وطنيين كان يونس علي ووسام رزق. لكنه المدرب الوطني معرض للانتقاد اكثر من المدرب الاجنبي. فانت بالاخير انا في وجهه نظري قيمه السعوديه وقيمه المنتخب السعودي وخصوصا انتم هاي المنتخبات الكبيره اللي لها تاريخ وارث منتخب العراق المنتخب السعودي المنتخبات اللي موجوده بالمنطقه يعني. وعشان كذا انا كنت اقول لك انه ليش ما يكون الخيار مدرب وطني يضيق الوقت واحد موجود بالدوري. ليش انا متى لعبنا التصفيات الملحق؟ هو خلاص هذا الخطا 100%. يا شهر التصفيات الملحق كانت قريب في ديسمبر اذا ماني غلطان. الملحق كان بديسمبر ولا لا؟ مو اذا ماني غلطان لا مو بديسمبر. شلون ديسمبر ولا والله شهر 11 يمكن. المهم انه يعني نهايه السنه الميلاديه نهايه السنه زين انت عندك هاي صار لك كم شهر انت ليش ما دورت لك منتخب؟ ليش ما دورت لك طبعا قبل الملحق قبل خلي العب ملحق افرغ المنتخب والعب واجهز اموري. لكنه انا عندي ورشه لاختيار مدرب اخر حتى انه انا يعني انتشل المنتخب السعودي من الوضع اللي بيه واروح ارتقي به لمنطقه ثانيه منطقه اخرى انه انا خلاص اضمن التاهل بعدين افكر فكر ثاني انه انا كيف يعني ارتقي بالمجموعه وارتقي المدرب والمدرب يرتقي به بالعكس. هذه فاسامي كبيره الاسامي الكبيره احيانا ومدارس كبيره. انا فرحت يعني مثلا في يعني مثلا الركراكي ليش ما صار؟ بالعكس انا اشوفه يعني كان راح يكون حل مناسب للمنتخب السعودي. يعني رايي انا شفت اسمه يعني انطرح اسمه او ما اعرف كان هو التفاوض جاد او ما جاد بس انا اشوفه واحد من افضل الخيارات يعني. بالعكس قبل شوي انت ذكرت نظام المربع الذهبي وانا قلت لك حنفتح الموضوع هذا. انت لك تحفظ كبير على هذا النظام انه ظلم كثير من الانديه. ظلمنا انه احنا الشباب ظلمنا شنو تتصدر الدوري كله فرق 10 نقاط وبعدين تخلص الدوري تقعد تنتظر الرابع يلعب ويا الثالث والثالث يلعب ويا الثاني وبعدين الثاني يلعب ويا الاول ويحدد منه بطل الدوري. شنو هاي يعني؟ انت يعني انا هذا حقي السنه كلها اني تعب وسهر وسفر واعداد نفسي وبدني ويوم اكون زين وانا متصدر الدوري فرق 10 نقاط عن الثاني مالتي. بالاخير اجي يعني مثلا السنتين احنا المتتاليه احنا الاول والثاني الهلال وفرق النقط نفس الشيء. انا فرق 9 نقاط ما ادري 7 نقاط والثاني هم نفس الشيء. اجى الهلال في المباراه بالمباراه النهائيه كماتشو شوت من بعيد وصار ما صار بالملعب واخذوا الهلال 3 نقاط اخذوا المباراه وفازوا في بطوله الدوري. زين اني وهذا المجهود السنه كله اللي انا سويته. فانا اشوفه ظالم هذا يعني. واحده من النعم انه
انه هذا لغى المربع الذهبي. وبعدين نفس المعاناة السنة اللي بعدها نفس الشيء، هم نفس الشيء، انت تتصدر وتتعب وكذا وهذه، وتوصل لمباراة النهائي وهم تنتظر يلعب الرابع ويا الثالث والثالث ويا الثاني وهم يجيك الهلال. هنا قلنا لا خلاص بعد يعني في المرة الثانية ما خسرتوا؟ لا فزنا 3-0. ايه. بس خسرتوا من الهلال السنة اللي قبلها، وخسرتوا حتى في اعتقد في المباراة في نفس الدوري هذا، يعني خسرتوا مرتين من الهلال في لا اجل. احنا هاي مال كاماتشو اللي كان ويا الهلال، هذه نهاية الدوري، هاي نهاية الدوري. كاماتشو قول انتهت 1-0. جاء الموسم اللي عقبه، الموسم اللي بعده نطلب الهلال ثار. المباراة الأولى أعتقد تعادلنا، المباراة الثانية كانت من أسوأ المباريات اللي أنا لعبتها ويا نادي الشباب، مو بس إلي، للمجموعة كلها، اللي هي مال ياسر 4 إيه؟ هي كانت بالملز، اللي هي مال ياسر اللي ياسر فات من الخط، سوى حركة إعجازية وسوى كذا وهذه، وهي بالمباراة هذه ماكو شيء ما سووه الفريق الهلال في المباراة. طارق والشلهوب ونواف وياسر فشيء بالمباراة كانوا احنا كانت أسوأ مباراة إنه كأفراد وكمجموعة. بعدين بالنهائي احنا مصدرين، بعدين جونا الهلال. هنا قلنا لا، ضار بيك السنة اللي راحت أخذوا الدوري نمشيها، مباراة هذه 4 هم نمشيها، هاي النهاية بعد ما يروح. فهنا أنا صار إصرار وصارت عزيمة غير طبيعية من اللاعبين. وتعرف إحنا في هذه المرحلة يعني هذه الفترة كان الشباب رقم صعب. إحنا يعني بدون غرور ويتذكروني اللاعبين الشباب بإمكانك تستضيف أي لاعب شباب بدون غرور، بكل تواضع. إحنا كنا ندخل الملعب نقول اليوم كم نفوز مع أي فريق كم نفوز، لأنه نوعية اللاعبين اللي كانت موجودة غير طبيعية. يعني أنت تخيل عبد الله شهيل كان احتياط، زيد المولد، حسن معاذ، بن نصاني وعبدو وأحمد عطيف ويوسف لموينة، اللي قدام قدوين أترام ومنقل، يعني أرقام صعبة، وفيصل وعبد العزيز وسعران، أسماء ولاعبين يعني كذلك لاعبين محترفين جو يدخلوا مع المجموعة. فجينا هاي المباراة النهائية الأخيرة بس بالهلال برضو كان في لعيبة، طالب التايب شلهو يعني ياسر مش داحشي لكاني. هي بهاي المباراتين كان بالنص يلعبون عمر الغامدي وخالد عزيز كمحاور 86. اي، واللي قدام يلعب طارق والشلهوب في بعض الاحيان، طارق ونواف في فترات الاخيره. هي خصوصا مال 3 نواف لعب بالشوط الثاني. نواف كانت اواخر الموسم اللي لعبها نواف، بس اسامي كانت مخيفه في كيف. طيب وش الاصرار اللي جاكم؟ اتفقت انتوا لعبوا ولا مع المدرب ولا كيف؟ لا طبعا اللاعبين ودور الاداره ودور المدرب الكل. كابتن، يعني انت تعرف مدى حبي لك وتقديري لك، واعتقد وانت تعرف ايش قد احبك اني، وانت احد الاسباب انه انا اكون موجود. الله يطول عمرك، الله يخليك كابتن، ما يحتاج ابو شمم. لكن يعني وانت ما شاء الله، يعني مو بس انا، يعني اتكلم عن السعوديين كلهم يحبونك، الله يحفظك. واحنا نحب العراق، والعراق يعني بلد شقيق واخ. لانه كابتن في استفزاز كثير احيانا يصير لما يصير في مباريات، وتحديدا خلينا نكون واضحين، يعني من يونس محمود ماني عارف ايش السبب. انت يمكن عشان زاملته في موقف صار، ايش السبب؟ هل هو فعلا ما يحبنا خلقه، ولا هو ما يعرف يلعب لعبة الصراع الإعلامي؟ ما ابغى اسمع تعليقك اليوم. وهل يونس يمثل من خلفه؟ لان اليوم هو واحد في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا هو رأي يونس هو يونس نفسه كذا عن الكرة السعودية؟ ليش دائما يحاول أول شيء خلينا نقول يستفز السعوديين؟ لا، أول شيء هو مو استفزاز، يعني احنا ما نريد نقول استفزاز. بالأخير إذا أنت تتكلم على الجمهور دائما على حق، مثل ما قلت لك أنا، إذا كان جمهور السعودي وإذا كان الجمهور العراقي، لأن الجمهور يتكلم بعاطفة ويتكلم بانتماء، إذا كان المنتخب العراقي وحتى المنتخب السعودي. لكن إذا تجي على جانب يونس، يعني
انا متاكد بشكل كبير بحكم علاقتي بيونس وعلاقتي الاخويه ولسنين طويله، متاكد هو مو استفزاز. اجل. بس هو هذا يونس، هي طريقته بالحياه، هو طريقه تعامله. وهو وش معنى ما تصير الا بالسعوديين يعني؟ ليش ما تصير الا مع منتخب السعوديه يعني؟ ما اعرف، هذا شيء ممكن انك انت تجي تقعد تسال يونس تقول له ليش انت تختار المنتخب السعودي، انك انت مثلا السؤال او الاجابه اللي انت تحسها انه هي مستفزه. بس هو هذه الجمله اللي صارت، انا مو بصدد انه ادافع على يونس، خصوصا في كاس الخليج اللي من قال السعوديه جايه على اللقب. هو لو تشوف قبل اللقاء وبعد اللقاء هو ما قال بس السعوديه، قال البحرين جايه على اللقب، السعوديه جايه على اللقب. بس انه يعني واضح، هو واضح المقصد الاساسي يعني. ما اعرف انا بغض النظر، لكنه لو تشوف راح تشوف الفيديو راح تشوف انه هذه، لكنه بنفس الوقت تصير. بس انا ما اريد مو بصدد انه انا ادافع على يونس او انه ممكن انه اني اكون محامي ليونس، ورغم انه يعني المفروض انه يعني كابتن هو بالاخير هو مسؤول عن تعرف كلامه. الناس ايش تقول انه يونس منذ اللحظه اللي خسر فيها لقب افضل لاعب في اسيا لا هو خلاص يعني حط دوب السعوديين. لا شو دخل السعوديه يعني؟ ما اعرف عقليته ممكن هو لا شو دخل السعوديه. وثاني شيء هو كان يعني منافسه كانت شريفه بين يونس ونشأت وياسر، يعني فاز بها ياسر وقلت لك انا قبل شويه يعني يستاهل. طيب امنا بالله، خلينا نقول انه هو اخطا في تصريح، لكن مشكلته اليوم لما يطلع يونس ما نقدر نقول عليه هو واحد في الاتحاد العراقي، ما نقدر نقول عليه اخطا بتصريحه. هو مسؤول عن تصريحه وطريقه الاجابه وطريقه انه التفاعل مع السؤال. انت صار لي ساعتين ونص وياك، ساعتين ونص، كل انسان له طريقه تعامل وطريقه تفاعل بالهذا، صح ولا لا؟ يعني انا في فتره من الفترات ممكن انه صارت هجمه علي مثلا من جمهور الهلال، هل بدرت من عندي مثلا رده فعل؟ لا بالعكس، احترم الجماهير الهلاليه واقدرهم ولهم مطلق الحريه انه هم يدافعون عن ناديهم. انا بالاخير اعطيت راي فني، اصبت اخطات، هذه ظروف مباراه، فهو مسؤول عن نفسه. هو في هذه الفتره يعني هو مثل ما قلت انت هو مسؤول. هسه اجابته كانت كشخص مسؤول او اجابته كانت بعقليه اللاعب، تطلع كمحلل ولا كمسؤول؟ بالضبط كمحلل. وهذه هذا بعد هو اللي راح يحددها. هو يعني يونس اللي يحددها، يقول لك انا مثلا لا هذا طريقه كلامي او طريقه حياتي، انه انا اجاوب بكل الظروف وبكل الطرق اللي انا اشوفها مناسبه لي. بالنسبه لي بالاخير هو يعني انا ما اشوفه يعني بالاخير يعني صارت المباراه والمنتخب السعودي فاز على المنتخب العراقي، وبسبب هذا التصريح انا اشوفه بسبب تصريح يونس. طبعا انعش المنتخب السعودي، دخل المباراه خلاص صارت عنده مباراه حياه وموت يعني. يعني اخطا كمسؤول اثر على المنتخب العراقي سلبيا من ناحيه بالتصريح هذا. الجانب السعودي استغل هذه النقطه وبدأ من عندها شحن للمنتخب السعودي، ودخل المنتخب السعودي كان أفضل في المباراة. فهي لعبة مثل اللعبة، أنك أنت كيف تتعامل وياها. فالجانب السعودي اللاعبين والإعلاميين والأجواء اللي هذه قدروا أنه يعني خلوا البوصلة تروح أنه للتحفيز. وأحيانا الجانب النفسي مهم جدا في عملية أنك أنت تحفز فريقك، وخصوصا يعني انه في منافسه شرسه بين يعني منتخبات قريبه يعني الجار. ابو شمم، احنا دائما في نهايه كل لقاء نقول للضيف هذا كاميرتك، اذا عندك رساله حاب توجهها، كلام اخير تبغى تقوله، ونختم هذا اللقاء. اول شيء شكرا لك وشكرا لكل الشباب اللي موجودين، واتمنى انه نكون يعني خفيفين الظل، واعذرونا خاف يعني اكو أسئلة وأجوبة ممكن تكررت على المشاهد والمتلقي، لكنه هذا تاريخنا ولازم أكو سرديات وأكو أسرار وأكو يعني كواليس لازم إنه تقولها. فإحنا نعتذر إذا كررنا يعني أكثر من مرة إجابة لكذا سؤال. مو الغرض من عندها التقليل، لا بالعكس، الغرض من عندها سرد التاريخ. وشكرا جزيلا يعني أبو شمم، هذا أطول لقاء سويته. شكرا لك. الله يسلمك، وإحنا مرة مبسوطين جدا في وجودك معنا اليوم. الله يسلمك، ومتأكد أن هذه الحلقة حتعجب ناس الرياضيين في السعودية وفي غير السعودية أيضا. الله يسلمك إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو شمم. شكرا حبيبي الله.